مساء الخير. سنستكمل سويا موضوع بين العلمانية والشنيعة الإسلامية. طبعا أنا في المقطع السابق ذكرت مسألة قتل الخلفاء بني عثمان لإخواتهم الذكور في عقب توليهم السلطة، وطبعا انهالت عليا وانت كذاب وانت بتألف وهذا الملحد الكافر ويشوه الإسلام وعظمة الخلافة، وده الكلام ده ايه اللي احنا الموضوع التعبير اللي احنا عارفينها. هي المشكلة ايه؟ المشكلة ان اللي بيقعدوا يتباكوا على دولة الخلافة وسقوطها، يقول لك سقطت الخلافة سنة 24 مش عارف كان ماذا تبقى اساسا. كان الدول اللي هي مفترض حتى انها فرضت وصايتها عليها في دول الشرق الاوسط هي نفسها دول محتلة من الدول الغربية، ومع ذلك يعني عاملة زي لا مؤاخذة يعني كده. في مثل يقول لك ايه، كان دولة الخلافة العثمانية اللي انتوا بتتباكوا عليها دي اللي هو يقول لك لا بتنيك ولا بتخلى من نجاسة، ده كان وضعها. يعني هي دي الدولة اللي بتتباكوا عليها. المشكلة ايه اللي في اللي بيتباكوا على الدولة التي سقطت في عام 1924؟ المشكلة ان هم جهلة وما بيقروش. هي دي بمنتهى البساطة المشكلة، ان انا معتقدين ان انا بألف كلام هجيب حدث زي كده من عندي. منين انا بقى عرفت هذا الحدث؟ من فمهم أدينهم. يعني هو في برضه في اعتقد في الثمانينات ظهر ايه كتاب بعنوان الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، بواحد مش فاكر اسمه عبد العزيز الشناوي على ما اعتقد، وكان استاذ تاريخ وفي جامعه ايه بقى، مصدر الالهام والعلم للمنطقه، جامعه الازهر طبعا. هذا الكتاب تم الترويج له في اوساط الجماعات الاسلاميه الاخوان والقصه اياها، وكتبوا عنه في مجلاتهم ومنشوراتهم. فطبعا انا ايه، ما انا قاعد مراقب انا الموقف، قلنا نشوف الكتاب. جبنا فعلا دين هذا الكتاب. طبعا الكتاب مش معايا دلوقتي بس انا متذكر يعني ايه تمام ان انا قريت في هذه الواقعة، وبعد كده بقى بحثت يعني ايه لمعرفة صدق هذه الواقعة، فلقيت انها واقعة معلومة من التاريخ بالضرورة بالنسبة لبني عثمان. حتى يعني ايه الموضوع لا يكون ايه انا قلت وهم قالوا بتاع. انا قعدت ادور على النت بمنتهى البساطة، جبت موقع يعني لا اعتقد ان في واحد من هؤلاء ممكن يشكك فيه. هو موقع ايه؟ مين بقى؟ موقع الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. يعني ايه، لا موقع ملحد ولا علماني ولا كافر ولا اي شيء. الموقع صفحة بعنوان دولة الخلافة العثمانية السقوط والانهيار. ألذ حاجة ان ايه العنوان يعني بتاع الويب سايت نفسه اسمه الشريعة دوت كوم، المفروض يغيروا له الشنيعة دوت كوم. المهم ايه بقى في هذا الموقع كاتبين ايه عن هذا الامر اللي هو ايه موقع العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. جايبين بقى بايه طبعا ايه اسباب انهيار هذه الدولة، وطبعا كالعادة قراءة مضحكة للتاريخ. هم لا يعلموا معنى حقيقي للتاريخ، فاكرين التاريخ حكاية ومؤامرة، فعشان كده دايما بيكرروا اخطائهم. ودايما هي ماسونية على غير المسلمين، على مؤامرة، اي كلام ملزق وايه، وإرادة الله برضه في النص، وهو ده التاريخ عنده. عشان كده بقول لك الايه الاخطاء دايما بتتكرر. ايه بقى كاتبين ايه في النقطة بتاعت قتل السلاطين لاخوانهم بالظبط كده؟ نمبر 3: قتل السلطان لاخوته الذكور. كانت هناك عادة وحشية بربرية وهمجية، يا سلام، صاحبت بعض سلاطين آل عثمان في عصر التخلف والتأخر. لا مش في عصر التخلف بس، المهم، وتم فيها سفك دماء بريئة كثيرة بلا ذنب ولا جريرة، حيث كان السلطان الجديد حين يرتقي العرش يقوم بقتل إخوته الذكور حتى لا ينافسوه على الحكم. وكمثال على ذلك فإن السلطان السابع عشر اللي هو مراد الرابع قتل أخاه وولي عهده بايزيد، وكان في 23 من عمره، ثم قتل أخاه الثاني سليمان، ثم الثالث قاسم، ولم يبق من إخوته الذكور سوى الأخ الرابع إبراهيم الذي أصبح وليا للعهد بعد قتل إخوته الثلاث. وكانت الخلافة في البيت العثماني تنتقل بعد وفاة الخليفة إلى أكبر إخوته وليس أكبر أبنائه، فإن مات إخوته جميعا أو قتلوا انتقلت الخلافة إلى أكبر أبنائه. وشاءت إرادة الله، هنا التفسير الإسلامي بقى للتاريخ، إرادة الله هو ده اللي بقى حصل، أنه كلما أنجب السلطان مراد الرابع ابنا توفي بعد فترة فلم يعش له أي من أولاده ليكون وليا للعهد، وقد بلغت الحماقة به أنه عزم على قتل أخيه الرابع إبراهيم، لكن والدة السلطانة نصحته بتأجيل ذلك حتى يرزق بابن يجعله وليا للعهد، ولكن ذلك لم يتحقق. وهكذا نجا إبراهيم من القتل، وأصبح الوحيد من آل عثمان الذي بقي على قيد الحياة، وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه السلطان مراد الرابع.
ولو كان قد قدر له أن يقتل لكانت ذرية عثمان قد انقرضت، وسلسلة رجالهم قد انقطعت، ودولتهم قد اندثرت. هذا هو المكتوب في موقع يا جماعة اسمه موقع الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. يعني مش مصري ملحد اللي مؤلف الحادثة وبيضحك عليكم، ومش مؤامرة ولا أي حاجة، دي هذه واقعة حقيقية، وهذه هي دولة الخلافة التي يتباكون عليها اليوم. واحد هيقول لي أذكى إخواته هيجي يقول لي طب ما هو ده مخالف للقرآن والسنة ولا غير ملزم ولا آخر. اولا انت بتقول دوله، انت عايز ليه دوله خلافه؟ لانها بالاضافه لانها دوله بمعنى دوله كيان سياسي، يعني انها لها جانب اخلاقي ايضا. طيب فين هو الجانب الاخلاقي اذا كان واحد بيمسك، وهذه الدوله استمرت على مدار 600 سنه تقريبا ولا ايه؟ واحد بيمسك بيقتل اخواته، فاين هو هذا الجانب الاخلاقي اللي انتوا يعني متمسكين فين؟ ده البوصله الاخلاقيه لديهم فاسده تماما تماما. فده اول رد. تاني رد، طب هو بتقولوا انها خلافه اسلاميه وبتتباكوا عليها، واين كان علماء دينكم من تلك الجرائم التي تحدث؟ عارفين كانوا فين؟ هم اصدروا فتوى بان ده شرعي. يقول لك ايه بقى ايه؟ العلماء بقى هنا، العلماء دور العلماء بيتدخل، يقول لك ايه؟ ان ده بيدرأ الفتنه، برروا ليهم قتل اخواتهم عشان ده بيدرأ الفتنه عشان ما يحصلش صراع على السلطه. شفتوا بقى الذكاء؟ شفتوا العلماء؟ هذه هي الدولة أو الخلافة التي يتباكوا عليها اليوم وعايزين يرجعوها، وبيستقبلوا أردوغان على أنه الفاتح الجديد. طبعا بعد ما ضربهم على قفاهم قعدوا يعيطوا. ده أول نقطة، بس عشان اللي عمال يهرتل ويقول لك أنت بتجيب كلام من عندك وبتاع، يعني أظن كده إيه، أنا عملت اللي عليا، وأنتوا بقى دور بقى، هات كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، شوف اللي فيها، شوف الموقع اللي أنا قلته لك ده. مش هقدر اعمل لك اكتر من كده يعني. مش هقدر اركبك عجله الزمن ونروح نشوف الدوله العثمانيه ايه اللي كان بيحصل فيها. ده بالنسبه لمساله الخلافه العثمانيه. في مساله تانية اللي هي ما هي المساله القضيه التي اثارها علي عبد الرازق في كتابه الاسلام واصول الحقوق، وان هو قال ان يعني مساله ان ايه، ان الاسلام دين ودوله، ولا وان ده غير حقيقي، وان الاسلام ده دين والدوله ده شيء منفصل وهو الى اخره. هو الحقيقه حارب انا من وجهه نظري هو حارب قضيه خسرانه. هو فعلا وانا اعترف بهذا، هو فعلا الاسلام، لان هو الاسلام دين زي ما قلت دين لازج لا يترك شيء الا ويتدخل فيه ويتحشر فيه. فهو فعلا الاسلام دين ودوله، لكن هي هل الدولة بقى، ما هو الحكم يعني اذا كان، لان هندخل بقى في تعريفات سياسية، ايه تعريف الدولة والكيان السياسي ورقم ان الدين، لا الاسلام فعلا له شأن بالحكم. لكن هنا بقى تنشأ المعضلة، اشكال الحكم اللي اساسا، لان هو المجتمع اللي نشأ فيه الاسلام ده مجتمع بدائي صحراوي، يعني اقصى تنظيم اجتماعي كان عنده هو القبيله. قعد في الاخر بقى بعد بقى ايه ما سماه هو انتصار الاسلام للفتح مكه، وبدات ايه تجيش الجيوش عشان ايه، حتى تغزو جحافل التتار الدول المحيطه. لم يكن هناك يعني دوله بالمعنى اللي هو في دوله اللي هو بيحكمها، او ممكن تسميها دوله، قبيله، عصابه اللي هي بيحكمها محمد ومن معه، لكنها مش مشابهه مثلا لشيء زي مثلا الامبراطوريه الرومانيه وقتها او شيء من هذا القبيل. مجرد بدا يجهز عصابه للسطو والسلب والنهب. بس هو كان قائد لهذه العصابه او الدوله او القبيله، هي هذه الكيان كان بدائي، فبالتالي لن يكن هناك حاجه اساسا لوضع قوانين معينه او محدده. وده ظهرت هذه المهزله حقيقه، يعني هو مجرد ما مات ولعوا في بعض. يعني ايه، ولا انا سقيف بني سعيد انا كمان، والخلاف الذي نشب فيها انا مخترع وبرضه مؤلفه. و كان من ضمن الحوادث المثيره قوي يعني في كان هناك شخص من الانصار اللي هو سعد بن عباده وجد مقتولا، وهو كان طلبوا له الخلافه، وادعوا بعد كده ان الجن قتلته. ولو قيل فيه بيتين من الشعر مشهورين يعني من لا اتذكرهم الان، احد يعني هذا نوع الايه ما حدث بعد وفاه محمد.
هذا الرسول الذي اهتم بتنظيف مؤخراتكم وبشربكم لبول الإبل ورضاع الكبير ونكاح النساء واغتصاب الأطفال وكل الحاجات الجميلة اللي أتى بها الإسلام دي، لم يهتم إذا كان هو فعلا يعني كان ذو نظرة بعيدة، لم يهتم بوضع أسس للحكم يعني تجنب من يأتي بعد كل هذه الصراعات الدموية. ده هو من يوم ما مات وفي صراع دموي على السلطة، يهدأ ويزيد ويرتفع، لكن هو موجود، الصراع موجود. طبعا كان وصل ذروته بقى في مقتل عثمان، وبعد كده الخلاف بين علي ومعاوية وكربلاء والحسين واللي احنا لغاية النهارده عايشينه، هذه القصة البلهاء يعني. ألم يكن من الأقدر بهذا الرسول لو حتى ده هو رسول يعني المفروض يعني ايه عنده ملهم أن يلهمه الله شيء لتفادي تلك الكارثة القادمة؟ لا، ده ما فيش، هو ايه مات وسلام عليكم كده يا جماعه، انا ايه عملت احلى حمامات وبتاع وتمام تمام، ولعوا بقى في بعض، وفعلا ولعوا في بعض. وما ترك هؤلاء الناس ولا اي نظام ولا كفايه مره بقى ايه يمسكوا في بعض في سقيفه بني سعيده، بعد كده واحد يوصي بيقول لك اختاروا ستة، اختاروا من بينهم واحد. إيه، لا يوجد اساسا نظام محدد على حسب يعني الدماغ الموجوده. وبالتالي طبعا انتهت بمأساة، ومعاوية بقى ملك زيه زي أي مملكة في هذا العالم، بيتم توارث الرعية على أنهم قطيع من الغنم. وبقى إيه لمن يعني دارس في تاريخ هذه الدول وداخليات هؤلاء السلاطين والى آخره، واللي هو بيقول لك عليها خلافة إسلامية وعايزين يسترجعوها، مهازل يعني كل يعني منهم، ومش تجني ومش يعني افتراء من عندي. هناك الكثير، حتى مش مثلا حالات شاذة، هناك الكثير كانوا مثليين جنسيا، وبالذات خلفاء بني العباس. واحد مش عارف عنده واحد اسمه مهج، والتاني عنده واحد اسمه الكوثر وبيكتبوا فيهم شعر والجميع يعلم، وجواري ومحظيات وسكر وعرباضة. هي دي دولة الخلافة. وطبعا اللي انتوا عايشين فيه النهارده ده، اللي انتوا بتشتكوا منه النهارده، صدام حسين والقذافي والاسد ومبارك واللي انتوا عمالين تتباكوا عليهم وتقولوا ان هم ظلمه والى اخره، هم نتاج طبيعي يعني. ما هو تراثنا كله بهذا الشكل. هتنتج مثلا ايه؟ مارجريت تاتشر؟ ما هو كده، هو كده. واللي هيفتح بقه يطلع دين امه، هتلاقي برضو علماء سلطه جنبه بيديله فتاوي زي مثلا المهزله اللي حصلت ساعه صدام حسين ما غزا الكويت، بتاع طبعا السعوديه، اللي هو الايه اللي كان بيقول لك ايه، عدم جواز تهنئه النصارى باعيادهم وبتاع، اصبح ايه الاستعانه بس عدم جواز تهنئتهم باعيادهم، بس ممكن ايه نجيب امريكا ايه. والفاني يعني لضحاله فكره، ولا هو بيتعامل مع امريكا على انهم اهل كتاب يعني ده يوريك مدى العقليه اللي بيتعامل بيها هؤلاء الناس مع السياسه الدوليه. ممكن يدونا كلنا في 60 دقيقه، امريكا بقى اهل كتاب. فده ايه هم اهل كتاب، مش عارف الجبهه منين. طب ايه الدليل على ان امريكا اهل كتاب؟ يعني هل مثلا في دستورهم موجود ان هم اهل كتاب، او ان هم بيؤمنوا بالعقيده المسيحيه؟ هل موجود هذا في اي وثيقه رسميه عندهم عشان يقولوا عليهم ان هم اهل كتاب؟ المهم، الا جواز الاستعانه بالايه، باهل الكتاب لايه؟ لصد الطغيان والعدوان ولا اخره. الناحيه التانيه صدام حسين برضه راح جاب له شويه قلاضيش وبتاع وايه، وعلماء برضه عمل مؤتمرات وفتاوى وبتاع وايه، قالوا ان هذا موقفه صحيح وان السعوديه كفر اولاد دين كلب. مهزله اللي انت عايزه. وشهير جدا علماء الدين المسلمين دول في ايه، فعلا مره وقف جمال عبد الناصر، وهي كلمه يعني تاريخيه تسجل ليه، قال لك الواحد منهم بيفتي ببطه، وهم فعلا كده. اللي انت عايزه هيديهولك، بس انت ايه شخشخ جيبك شويه. وصدق يعني. كان في هناك فيلم اسمه فيلم الارض ليوسف شاهين، جاب عده نماذج كده من رجال الدين كلها صادقه، يا اما اللي هو ايه محابي للسلطه، اي ما تقول السلطه هو قول الله. منهم الدجال كان طالع بدور توفيق الدقن، منهم اللي عامل فيها ثوراجي وبتاعه لكن ساعه الحقيقه بيهرب زي يحيى شاهين. يعني كل اشكال ورجال الدين هم دول فعلا رجال. هم مجموعه يعني فئه او طائفه طفيليه بنت دين كلب كما عرفتم في السابق. فيعني وضع طبيعي جدا لما وصلنا اليه، يعني مش حاجه مستغربه. التاريخ هذا لن ينتج سوى قذافي وحافظ اسد وصدام ومبارك. لا، هو مش خارج السياق يعني. بل على العكس، يعني واحد زي حسني مبارك مثلا لو جه قارنته باعظم خلفائكم ستجدوا ان هو يعني قطه مغمضه. قطه مغمضه واحد زي حسني مبارك ده.
ولا قتل اخواته، ولا مثل بجثث معارضيه كما كان يفعل المنصور وكما كان يفعل المهدي، ولا اخرج حد من قبره ومثل بيه. يعني معقول مقارنة بتاريخكم الاسود فمبارك يعتبر قديس. ده بالنسبة لمسألة يعني الايه التاريخ. وبعدين محاكم التفتيش يقول لك ما فيش محاكم تفتيش في الاسلام. ده من يوم ما ظهر محمد وهو في محاكم تفتيش. وانا مدعي وكافر وبتبلع الاسلام. الم يقف شيخكم اللي اسمه عبد الله بدر حكى لكم كده قصه عشان بيدلل على ان هو هيقتلني يعني وبتاع، فان القتل حلال. فقال له ايه القصه، ايه ما خلاصتها ايه يعني؟ ان رجل اعمى عنده جاريه وبتاع وكانت بتخدمه وبتاع، لكنها كانت بايه بتهجو رسول الله بتشتمه. راح قايم ضاربها، هو اعمى ابن احبه، اعمى البصر والبصيره. طبعا رسول الله ما بيسال مين اللي قتلها، قال لك انا رسول الله وبتاع. طب ليه يا عم؟ قال لك كانت بتشتمك. قال له هي هدر كده. ومره ده هو اللي قالها، يعني انا ما اتبلتش حاجه. ادي الدنكو دي اسمها ايه؟ واحد بيقتل يعني ساب وافق على قتل انسانه لانه هو بتشتمه بدون حتى بقى ما يعرف، ولا يعني هو مش عرفه ان الحادثه حصلت فعلا. دي اسمها ايه؟ دي اول دي ادي محكمه التفتيش التي اقامها محمد، وكانت اذانا بكوارث لتاتي بعد ذلك. ودي مش هي الحادثه الوحيده، ده في حادثه ام قرفه وعصماء وبلاوي وكعب بن الاشرف. يعني القضيه ان تقول ان الاسلام ده حريه فكر وعقيده ومش عارف مفيش معاك بتفسير، انت كده بتخدع مستمعيك. والقصص دي زي ما بقول لك انا ما بتبلاش على الاسلام. دي قصص شيوخكم نفسها بيتفاخروا بيها. هو اعمل ايه تاني؟ يبقى انت معنى انك انت تقبل بهذه القصه ان انت بوصلتك الاخلاقيه فاسده. هو دي الحقيقه، انك انت وصلت لمرحله من الفساد الاخلاقي انك توافق على جرائم كتلك. هو كده كمان الاسلام ايه؟ دمر انسانيتك. اصبحت لا تميز بين يعني هو المفروض الدين بيقول لك عشان تميز بين الصواب والخطا، لا انت اصبحت لا تميز. ومش كمان لا تميز، الخطا عندك بقى صواب والصواب بقى خطا. يعني وصلت الى درجه يعني ادنى من الحيوانيه بفضل الاسلام العظيم. ده بالنسبه لمساله ايه محاكم التفتيش بتاع. يعني الامر اكثر شيوعا من الانسان يدلل عليه. يعني احنا كل لحظه في حياتنا نعيش فيها محاكم تفتيش. عندنا الرقابه وعندنا الازهر وعندنا نبيه الوحش ابن المره الشرموطه، وكل يوم مصيبه شكل. يعني احنا مش عارفين نتنفس. كتاب يطلع لك عليه ويا ريت محاكم التفتيش. يعني هي الدوله نفسها كانت بتسعى في فتره نوع من اطلاق نوع من انواع الحريات. روايه طلعت يطلعوا يا مظاهره، قال لك طلبه الازهر يتظاهرون ضد الروايه اللي هي طلعت وليمه لاعشاب البحر. عايزين يمنعوا روايات الشعب بقى. ده الشعب العظيم تحت تاثير مخدر الاسلام اصبح هو نفسه هو اللي بيمارس القمع ضد نفسه. هو بيقول انا مجتمع قاصر. وعما مساله المنع والحاجات دي انت كده يعني بتقول على نفسك انك انت انسان قاصر. لازم واحد هو اللي يحدد لك انت تقرا ايه وتشوف ايه وتعمل ايه. ما هي دي جوهر روايه 1984. ده الجوهر. انت خلاص فقدت انسانيتك، فقدت عقلك. لازم هناك من شخص اخر رقيب هو اللي يقول لك تعمل ايه. وفي بهذه المناسبه برضو كنت من مده قريبه كده شاهدت مقطع لشخص يدعى ثروه الخرباوي. ثروه الخرباوي ده كان عضو في الاخوان المسلمين وتركهم وهو بتتكلم وبينتقدهم الان. لكن لا في كل يعني انا لا احتاج ان انا اعرف الاخوان المسلمين. هي بالنسبه لي دي جماعه تشبه الجماعات النازيه، ويعني رايي فيها معروف. لكن شد انتباهي فيما قاله ثروه الخرباوي ده عن الجماعه دي. حدث خلاف بينهم حدث خلاف بينه وبين قيادات الجماعه. فبيقول ايه بقى؟ الحج، خلي بالكم الحاج مصطفى مشهور. خلي بالكم كل لما تقول على واحد الحاج انت معنى كده انك انت مش لاقي لقب محترم تديهوله. وده احد قياداتهم. هو كان بدأوا بمدرس خط اهطل اسمه حسن البنا، واحد قياداتهم بقى كان في التنظيم الخاص اللي هو زي مصطفى مشهور الحاج، لان هو لا مثلا تقدر تقول على الدكتور ولا المهندس ولا الاستاذ ولا حاجه، لانه جاهل ابن احبه فاطلق عليه الحاج. بيطلق عليه الحاج مصطفى مشهور. الحاج مصطفى مشهور ده بسبب الخلاف اللي حصل بينهم وبين ثروه الخرباوي قال لثروه الخرباوي ما تخرجش من بيتك لمده اسبوع. انا مش قادر اتخيل يعني رجل ناضج وعاقل وله اسره وزوجه واولاد وليه عمل بيروح ويجي قاعدين واحنا قاعدين في دوله مش قاعدين في افغانستان مثلا. واحد ليس له اي صفه قانونيه. انا افهم مثلا انسان مثلا ايه يتحبس، النيابه تحبسه مثلا ياخد 45 يوم استمرار بتاع الكلام ده بتحصل في احسن العائلات. دي النيابه دي الدوله مفهوم. انما شخص كده اسمه الحاج يقول لواحد كده راجل شحط طويل عريض ما تخرجش من بيتك اسبوع، والتاني يستجيب. يعني اي رجوله هذه واي عقل باي صفه اساسا
شخص ينتمي الى جماعه هي محظوره ومع جماعه غير قانونيه يفرض على انسان اخر انه ما يخرجش من بيته، والتاني اللهبل بينفذ. طب بتنفذ ليه؟ كنت مسلوب الاراده والعقل يعني؟ المهم، فده بالنسبه يعني للمجتمع اللي بيبشروا بيه مجتمع المنع والمصادره والرقابه، معناه ان انتوا شويه فراخ غير قادرين على الحكم على الامور بانفسكم، وتحتاجوا رقيب او الاخ الاكبر بيج براذر عشان يوضح لكم كل شيء. ده اللي ستنتهوا ليه. في النهايه، برضه في نهايه هذا المقطع اريد ان اجيب على سؤال مهم: ليه الشنيعه؟ ليه الناس دي عايزه الشنيعه؟ يعني هل القوانين دي مميزه، انتجت شيء جيد مثلا قبل كده، او في حاجه حلوه بالنسبه لها بتاع؟ يقول لك مثلا ايه، قطع يد الصرف بتاع الرضع. طب انا عندي بقى اقتراح، يعني انتوا عشان الرضع، طب انا هكون اكثر رضعا من الهكم. هو مش الهكم قال تقطعوا يد الصرخ؟ طب ايه رايك نقتل السارق لو هي قضيه رضع؟ شفت بقى ازاي انا اكثر رضعا من الهكم لو كانت هي القضيه قضيه رضع يعني. فهذه القوانين الهمجيه اللي انتوا عارفيننا بيها هي لم تنتج شيء جيد، ولم تحل في مكان الا وحل فيه التخلف والارهاب والخراب. أه لا اجد يعني الجنه الموعوده اللي بيقعدوا بيها الناس دي ما حصلتش قبل كده عشان يعني يكون في مبرر ان هم يقعدوا يطالبوا بيها. هو كل القضيه ايه في الاخر؟ ليه هم عاملين الدوشه والشنيعه الشنيعه دي؟ هم عايزين الشنيعه ليه؟ ده السؤال. الاخ برضو ده في احد مقاطعه المدعو عدنان ابراهيم كان بيتكلم بقى ايه، لان هو في صراع بقى، ده ما هو كالعاده يعني عمالين يشتموا ببعض بقى، علي ومعاويه والزفت وبتاع. فكان بيتكلم على طائفه هؤلاء المسمين علماء، مسمين انفسهم علماء او رجال دين. فهو نفسه يعني برضه بقى، ده مش مني، ده من ايه، احد الايه اللي انتم معتبرينهم ايه، مجددي هذا العصر، عدنان ابراهيم. بيقول عليهم ايه؟ قال لك رجال الدين دول فشله، كلهم جايبين 50% ما لقوش كليات تاخدهم، فدخلوا كليات الشريعه والى اخره، لان ما فيش حد محترم اساسا بيروح الكليات دي. وعارفين الناس المحترمه بتروح فين، واللي سقط المتاع وكسير وعوير وثالث ما فيه خير بيروح فين. فهو بقى كسير وعواير دول بيخشوا على بقى ايه، الشريعه والحديث والسنه وابن عباس وام سحلول وسيد زلموكه والقصه اللي احنا عارفينها. يطلع بقى خلص الاربع سنين بتوع الهم ده انا عالم، ويعمل اراء بقى وبرامج وبيفتي وبتاع. هو مش انا اللي قلت عليه، انا قلت عليهم قبل كده بهذا المعنى، بس انا مثلا لان انا انسان بقى ايه، ملحد وحاقد على الاسلام وبتاع. طب دي عدنان ابراهيم نفسه هو اللي قالها لكم، انه هؤلاء الناس جهله ودخلوا كليات لانهم مش لاقيين حته تانية تلموهم. بل هو في الاساس اساسا هم مش يعني في مصر كثير منهم هم مش في التعليم العادي، هم في التعليم الازهري. التعليم الازهري تعليم منحط، هو تعليم في احط درجات التعليم. هذا التعليم الازهري لا انتج لنا ايه، عبد الله بقف ومحمود شعبان، هو ده نوع التعليم ده المنتج النهائي بتاعهم. فهم احط الناس واغبى الناس واجهل الناس بيدخلوا هذه ابن عباس بقى والحديث والسنه والقران والكلام فاضي، شويه كلام فاضي. عمره مثلا كان مسك كتاب محترم في كيمياء مثلا الفيزياء؟ لا طبعا، لانه بهيمه. ما هو لو فلح مش هيروح لابن عباس وابن زفت، انما طبعا لانه بهيمه يروح بقى في القرن السادس يتنيل على عين امه. ده الايه، المستواهم الحقيقي. هذه البهيمه اللي عملت فيها عالم بعد ما خرج من هذا البكابورت اللي اسمه كليات الشريعه والى اخره. متصور بقى انه عالم وذو شأن يعني، وهو في الحقيقه في الوضع اللي احنا عايشين النهارده فيه مثلا في دوله زمان، هو ملوش اي لازمه الحقيقه. كلامه ده ممكن تاخده تضرب بيه الحائط. الناس الكساسيين، انا واحد من الناس كنا يعني انا واصحابي زمان كنا بنقعد نضحك عليهم يعني، كنا نقعد نقلد كشك وبتاع بهايم يعني، كنا بنعتبرهم بهايم. وكلامه ليس له قيمه وليس له اي سند قانوني، والدوله لا هي معترفه بدين امه. لا ده النهارده هو عايز بقى يجعل نفسه مش قيمه، مجرد قيمه مثلا ايه من خلال مثلا ده بالقانون والدستور. طب النهارده مثلا لو انت مغفل وعايز ايه تعمل اي حاجه، يعني انا لما بتصرف اي تصرف في حياتي مثلا ما بروحش اسال شيخ، لان ده انا عارف ان ده جاهل ابن احبه، ولا يعني كلامه بالنسبه لي اي شيء، ما يعنينيش في شيء يعني. انما في اتباعهم بقى، ايوه يا شيخ مش عارف، ممكن احط صباعي في مناخيري، ممكن اهرش. طب ايه ممكن ما حكم الاسلام في مضاجعه النمله المشركه؟ هل ممكن اضاجعها من الخلف ام بس مضاجعها من في ناس عايشه كده؟ ده هو بقى ايه، احرار في حياتهم يعني. لا ده هم بقى مش راضيين كمان بهذا الوضع، لا ده عايزين يضعوا نفسهم هم خلاص بقى هم القانون نفسه، القانون اللي بتطبقه الدوله نفسها، يعني اللي هو السلطه النهائيه، هو الحكم النهائي في كل شيء. هذا الجربوع، تخيل واحد بقى زي حيواني ولا حسان ولا عوب، هذا الجرابيع دول اصبح فعلا مش حتى سلطه معنويه، لا ده سلطه
على ارض الواقع موجوده بقى بحكم القانون. هو ده كل اللي هم عايزينه لان هم اساسا من ساعه ازاله قرف الشريعه ده من القوانين اصبح وضعهم لا محل لهم من الاعراب، كلامهم بلا اي معنى. هم عايزين يسترجعوا هذه السلطه باي شكل، هؤلاء الجرابيع. وطبعا في سبيل هذا استرجاع السلطه هيودونا كلنا في 60 داهيه، وبقيادتهم لجحافل المغفلين ممكن يصلوا الى هذا الحلم. وانا واحد في النهايه لن تمس مني شعر. انا ممكن زي ما قلت قبل كده ممكن انساكم تماما، ولا يعني الامر مفيش كلب ملتحي قذر ولا معمم معفن يقدر يقترب مني. لكن فعلا انا مشفق عليكم اللي هيحصل لكم، هتتبهدلوا تحت قياده هؤلاء الهمج والرعاع والفشله، هتروحوا في 60 داهيه وهتشحتوا. الموقف هتبقى في الاخر يعني حاجه واقفين مستنيين الاعانات من الامم المتحده تحت الحصار الدولي، وصواريخ كروز بترف على دماغ دين ابوكم. انا بحذركم. الناس دي ومش هتنفعوكم، وهم اول من سيتركوكم تواجهوا مصيركم الاسود وسيفروا. وحدث 1000 مره، الموقف تكرر 1000 مره. واسالوهم. يعني انا مش عارف بعد ما كلنا شفنا اللي حصل في افغانستان ناقص ايه تاني؟ شريعه ايه وزفت ايه اللي بتتكلموا فيها النهارده؟ المهم ده ما عندي يعني ايه بصراحه، لان الواحد قرفان بسبب الكام يوم اللي فاتوا دول الاحداث اللي بتحصل في مصر. فايه هجيب اللي عندي كله ايه، تنتظروا مني مقاطع. كل ما اتضايق شويه وانا قاعد كده اروح منزل لكم مقطع ليه نشوف اخرتي الشنيعه بنت دين الكلب دي. يلا سلام. صباح الخير. منذ ايام قليله شاهدت مقطع للمدعو الديب العيل خالد عبد الله بعنوان استعمار مصر، بيستضيف فيه أحد كبار المفكرين الذين ظهروا في هذا الزمن الأغبر. بيتحدث عن هذا الأمر. بالنسبة أولا للديب العلق، الديب العلق هو أحد تجليات ظاهرة الفريلانسرز في مصر. والديب العلق ده الحقيقة فريد من نوعه في ظاهرة الفريلانسر. فالديب العلق هو 3 فريلانسرز في بعض مش واحد كالعادة يعني. لا، هو الأول مهندس، ده الأساس المكتوب في البطاقة اللي هو المفترض، يعني معرفش هو مفترض هذا العلق مهندس. الفريلانسرز بقى، جهة الفريلانسر بتاعته هو في الأول داعية إسلامي، ثم إعلامي، ثم محلل استراتيجي. 3، ليس 1 ولا 2 ولكن 3 فريلانسر قاتل. يعني الحقيقة نهنئه على هذا المجهود في عالم الفريلانسرز. والحقيقة سبب تسمية تسمية الديب العيل ليه؟ لان هو اساسا الذئاب عامه بتعيش في قطيع زي قطيع البهائم السلفيه دي، فهم بيعيشوا في القطيع، عندما يخرجوا للصيد بيصطادوا في القطيع. فهو جزء من هذا القطيع، لكن هو يتميز بالعلويه في هذا القطيع. ازاي بقى هو علق؟ هو ديب وعلق في نفس الوقت. هو لما بيشعر يعني ايه يشتم رائحه الدم بيبقى هجومي وذكر وراجل ويرفع لواء الجهاد وكل الاونطه دي. لما يشعر بالخطر، دي بقى اللي بيميزه هنا، دي النقطه بقى اللي تميزه. عندما يشعر الديب العلق بالخطر يبتدي بقى ايه يتعولق، تسقط عنه وجه الذئب ويظهر كأرنب، كما حدث مثلا مع ايه الكلب اللي اسمه بيبسي ابن نوال. لما حصل الموضوع الجنرال حازم ابو الاشبال اعلن الجهاد على المجلس العسكري وبتاع، فهو قال لك ايه، هو بقى بعلويته حسه العلوي الداخلي قال لك بس المجلس العسكري اللي هو هيقصفنا بالطيارات وهيطلع علينا ابونا وهتحصل مجزره، فقال لك احنا ايه نتلم دلوقتي. ليه كده يا شيخ حازم وبتاع ومعقوله المجلس العسكري وحرام البلد دلوقتي ايه شيخ حازم حبيبي خلاص اللي ما فيش مجلس عسكري وبتاع، شيخ حازم حبيبي وما شاء الله رجل عالم. يا ابن اللابوة، يا ابن اللابوة. وتوقف بقى صدر عليه حكم ساعة انه استقال والغرف في 60 داهية. وبعدين يجي ابن الشرموطة تطلع على يا ابن الأحبة، ده الإعلام الإسلامي. اللهم أصبهم بمرض. الله، إعلام قوم لوط، إعلام قوم لوط، ده الإعلام الإسلامي. اللهم أصبهم بمرض لا يشفون منه أبدا. اللهم دمر العلمانيين والليبرال. ده يا ابن دين الكلب. المهم ده بالنسبة للديب العيل. الديب العلق بقى مستضيف مفكر كبير جدا، مفكر في غاية الخطورة، ظهر في هذا الزمن الأخبر. هو قائد لحركة فلسفية وفكرية يعني من الممكن أن تغير التاريخ الإنساني كله. حركة أنا عايز كمالية، حركة يعني فلسفية من الحركات يعني متوقع لها مستقبل ضخم. وحركة أنا عايز كمالية
الحقيقه برضو دي ليها علاقه بالدراسه اللي انا بعملها حول الاسلام والكوس. يعني مثلا عمرنا ما طلعنا مثلا شفنا حركه بتقول مثلا انا عايز هريدي، او انا عايز حسنين، او انا عايز عبد الفتاح. هو دايما هو عايز كميل، هو عايز وفاء، هو عايز الكوس. لازم يكون في جهاز تناسلي انثوي في القصه. انما هريدي مثلا عبد الفتاح دول ايه لهم الله. انما مع هذا البولدوج، هو وش عامل زي البولدوج كده، دايما هو عايز الكوس، كماليا، وفاء، عبير، في كوس في المساله. المهم، وهذا المفكر الكبير وهو يدعى حسام ابو البخاري، هو سلفي الوجه المظهر الخارجي، وهو بعض التعبيرات هو تعبيرات سلفيه، لكن مش سلفي بقى اللي هو الكلاسيك البهيمه الكلاسيكيه، لا هو سلفي بنكهه ثوريه. يعني يستخدم مثلا تعبيرات زي ايه، الحراك الثوري الان في الشارع المصري سيغير من البناء التحتي فيؤدي الى بناء فوقي، تتداخل فيه الماديه الجدليه مع دين امك فينتج عنها تشعب اي كلام. هو عايش يعني ايه الكلام ده، السلفيين ما بيقولوهوش. بناء تحتي وبناء فوقي والماديه الجدليه والديالكتيك وام حسين وبتاع، ما بيقولوا، ما بيستخدموش، ما لهمش. يعني مثلا اللي هو ايه، مثلا واحد زي الحيوان اللي هو ستيفن جوبز، مين ده؟ مين الكافر ده؟ ما ارسطو، ما مين ابن دين الكلب ده كده يعني. لا ده بقى ايه، داخل في اللعبه ديت يعني. ده مظهر جديد من مظاهر تجليات السلفيه البهيميه. هو دلوقتي سلفي وبنكهه ثوريه، وبقى ايه مطعم بالكثير من الحزلقه البراقه. قائد حركه انا عايز كمالي، اي حته بيطلع فيه يقول لك انا قرات في مجله يوغوسلافيه في وفي كتاب الماني، مفكر الماني كبير وشهير جدا وبتاع. المهم هو بقى عين في كتاب هو ماسك فيه طول النهار، اي حته بيروحها هو لازم يذكر هذا الكتاب. الكتاب ده اسمه ايه؟ او المؤلف من اليسار الامريكي اسمه هيربرت شيلر، والكتاب اسمه في نسخته الاساسيه اسمه مايند مانجرز، والترجمه العربيه ليه هو المتلاعبون بالعقول. طول اي حته بيروحها في كتاب مهم جدا ويفضح الاعلام وبتاع، اسمه المتلاعبون بالعقول. اولا انا عارف اساسا سر ان هو قرا كتاب المتلاعبون بالعقول، ليس لان هو مطلع مثلا على ادبيات اليسار الامريكي، ولكن لان هي القصه كلها ان هذا الكتاب اللي هو المايند مانجرز ترجم عن طريق سلسله عالم المعرفه التي كانت تصدر وتباع في مصر بربع جنيه. ترجم الى واصبح اسمه المتلاعبون بالعقول، وانا متاكد ان هو قرا من هذا الطريق يعني. انما هو ليس له اي دين امه اي علاقه باليسار الامريكي، ولا فاهم دين امه اي حاجه. اليسار الامريكي طبعا اللي هو زي قصه نعوم تشومسكي ونورمان فينكلشتاين، وهو تقييم الشخص ليهم يعني اللي هم ايه، لا يخلو من النجاسه، اللي هو عاملين زي البيضان، لا بينيكوا ولا بيخلو من النجاسه. ده اليسار الامريكي باختصار. آه هو بقى ورا هذا الكتاب وقرفنا بيه. والحقيقه برضو ايه، حتى نخرج من نطاق السخريه والتريقه يعني. الكتاب بالفعل كتاب قيم يعني، مش كتاب تافه، هو كتاب قيم. لكن المشكله لما واحد زي ده يقراه فيصبح هو ده اداه لتبرير اي شيء، تبرير ان الحوادث، ان الاعلام مسيطر. هو مشكله الكتاب الحقيقيه ايه؟ ان هو بينظر على الانسان على انه مجرد آلة استقبال. ان الاعلام ده بالفعل الاعلام فيه يعني، عندما يكون هناك مثلا راس مال مسيطر على الاعلام او دوله مسيطره على الاعلام وتوجه الاعلام في شكل ما، وهذا التوجيه بيكون غير مباشر، وايه الاليات اللي بيعملوها لتوجيه القطيع والجموع. ده بيحصل فعلا. لكن المشكله هنا الطرف الاخر هو الطرف المستقبل. قد يكون برضه ده كان يكون هذا مقبول مثلا في مجتمع مغلق، او مجتمع في تتحكم في الاعلام مؤسسه او مؤسستين بالكثير، او ان هو اعلام مسيطر عليه او موجه. انما عندما تكون في مجتمع مفتوح كالمجتمع الذي نعيش فيه اليوم، وهناك آلاف وجهات النظر حول كل قضية، ومن حقك أن تطالع هذا وتطالع ذاك، 100 محطة تلفزيونية و1000 ويب سايت وإلى آخره ومليون جورنان. طب هنا تقع المسؤولية بقى على المستقبل. ان المستقبل ده لو بيتمتع بعقل نقدي يستطيع ان يقارن ويوازن ويقرر لنفسه ما يريد. هو ده الجانب الذي تجاهله تماما. كما لو كان هذا الكتاب، كما لو كان الانسان ده قاعد هو كل ما يلقى اليه يؤمن به ويعتنقه، وهذا هو الايه ما يحدث. طبعا هو ايه عايز بقى ايه، مسألة الإعلام اللي بيوجه الناس حتى بقى إنك طبعا يعني مش كلمة طعن يعني. ان في بقى اللي برضه هي فكره المؤامره، وامريكا توجه العالم، وامريكا الشركات القوميه والصهيونيه العالميه وكيف يستخدمون الاعلام في توجيه العالم والى اخره. واذا افترضنا هذا، طب ما توجه انت العالم يا اخي، اذا كان الموضوع هو اعلامه بالسهوله دي، طب ما تعمل لك قنوات وبتاع، عملتوا الجزيره وبتاع ومش عارف العربيه، طب ما توجهوا انتوا كمان يعني، لو هي المساله مساله اعلام فقط يعني.
فالمهم عمال طول النهار يرغي بقى يعني طبعا الناس بتسمع بقى هيربرت شيرر بتاعه يقول لك الواد ده ايه عالمي، وانا اقطع دراعي من اللي اغلوه ان هو لا ما قراش الكتاب في نسخته الاصليه، وان هو كل ما قرأه هو الترجمه العربيه اللي نزل تبع عالم المعرفه. تقول لي انا عرفت منين؟ لان انا اساسا برضو قريته عن طريق عالم المعرفه. يعني انا ما ادعيش لنفسي انا لا قريته في نسخته الاساسيه وكي ده ازاي انا ايه قريته. فانا متاكد يعني هذه الشخصيه مش مثلا مطلعه على اليسار الامريكي، لا هي قرا الكتاب وعرفنا بقى هربرت شيلر. هربرت شيلر اهمل ده يا حبيبي اهمل، ريلاكس. آه ده بالنسبه للاخ صاحب او مؤسس حركه انا عايز كمالي. في هذا البرنامج بقى مع الديب العيل هو بيناقش قضية استعمار مصر. بدأت الحلقة بصورة لجمجمة سليمان الحلبي يظهر فيها ما يدعي ان هو او ما يقول ان اثار تعذيب فيها مثلا فعلا زي طول طلق ناري او كسر في عظمة الجمجمة. المهم بيتعرض للتعذيب وان فرنسا بتعرضه على انه مجرم وبتكرم كليبر. وبدأ بقى إيه يتكلم عن مسألة الغزو الثقافي والاستعماري والبعثات التي أرسلتها مصر إلى أوروبا في هذا الوقت، وإنها إزاي سيطرت على عقول هؤلاء الطلبة وإنها بتوظفهم لمصلحتها. وبعد كده دخل قضية التعليم وقضية المرأة وإن كل هذه أشياء السيناريو. أعتقد إن من اختلط بهؤلاء أو يعلموا في النهاية انتهى الأمر إن قاسم أمين، هو ما قالش كده يعني بس هي دي حتى أستكمل له الخط، إن قاسم أمين وطه حسين وأحمد لطفي السيد وكل هؤلاء هم عملاء للغرب او مغسول دماغهم بينقلوا هم ادوات الغزو الثقافي في مجتمعنا. وبقى ايه في الاخر بيطرح نبوءته ان سليمان الحلبي يجب ان يعود ليقتل كليبر الجديد. كليبر الجديد شعره مش اصفر ولا عينيه زرقاء، لا هو كليبر الجديد هو عملاء هذا او ابناء كليبر الثقافيين اللي هو واحد زي حضرتي انا مثلا. فيجب على سليمان الحلبي ان هو يتخلص منهم ويقوم من جديد. برضو بمناسبة يعني أنا ساعات بتفرع كده بس برضو بالمناسبة حاجة أقولها يعني بدل هو ابتدى بمسألة سليمان الحلبي وكليبر. دائما عندما تذكر أمامي قصة سليمان الحلبي وكليبر دايما أقارنها بقصة أخرى في التاريخ الإسلامي. أرى إن هما الاتنين متشابهين رغم إن إيه بتكون مفاجأة للكثيرين إن أنا أقارنهم. سليمان الحلبي بالنسبة لي سليمان الحلبي وكليبر هم بالظبط المقابل الموضوعي لأبو لؤلؤة المجوسي وعمر بن الخطاب. ابو لؤلؤه المجوسي هو سليمان الحلبي، هو رجل فارسي راى عمر بن الخطاب يغزو بلاده فما جاء اغتاله. بس طبعا الموضوعيه لان غياب كامل للموضوعيه سيظهر سليمان الحلبي في شكل بطل، في حين ان ابو لؤلؤه المجوسي سيبقى رافضي ملعون مجوسي ابن دين كلب شيعي تربتة اي حاجه. المهم ان ايه مع ان عملوا نفس الفعل والدوافع غالبا كانت هي نفس الدوافع، ولكن طبعا غياب الموضوعيه بيؤدي بنا الى نتائج مختلفه. ان سليمان الحلبي بيصبح بطل في حين ان ابو لؤلؤه المجوسي ملعون وقاتل وقذر ورافضي وصفوي وشيعي وابن دين كلب وكل الحاجات الحلوه دي. وده في الحقيقه برضو يعني ترى يجعلنا نخوض في مساله السيكولوجيه الايرانيه. هم فعلا في ايران ليه قبر اسمه قبر بابا شجاع ويحجون اليه ويعتبرونه بطل. هو ايران بتعاني مشكله نفسيه دي يجب ان احنا نفهمها. ايران عندها زي ما يكون قطر ماشي بجرارين بيشدوا في اتجاهين مختلفين، قطر القوميه الفارسيه وقطر الاسلام. القوميه الفارسيه دي هي القوميه هذا الفكر الاساسي لديهم، وهو فكر في شكله الحالي في تجلي يعني التجلي الحالي اللي انا عايشه هو معادي للعرب، وانظر للعرب على انهم امه منحطه وان هم غزاة والى اخر هذا الكلام. من ناحيه تانيه فيروس الاسلام دخل على ايران غير جزء فيها، اصبحت هي بقى يعني ايه من تكوين الايراني جزئين متناقضين. الاسلام اللي هو المفترض ان هو اداه الغزاة العرب موجود، وفي نفس الوقت القوميه الايرانيه موجوده وملتهبه ومشتعله، الاثنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين. ده يعني ايه انا متهيألي ده يفسر حاله الفصام اللي احنا بنشوفها في من الجانب الايراني، وحاله يعني بيفسر. مش عايز اخوض يعني انا لست عالما في هذا الامر، لكن انا اعتقد انه بيفسر مساله المذهب الشيعي. يعني يقول لك ايه احنا نقدس ال بيت الرسول وعليهم سلام الله وبعدين طب محمد مثلا اللي هو الرسول ده مطلع مراته شرموطه يعني في تناقض غريب كده. اعتقد يعني ايه هم مش قادرين يتعاملوا يعني يحدثوا السلام بين هذه المشاعر القوميه الملتهبه وبين الفيروس الجديد الذي دخل عليهم. فتجد
هم يحدثوك عن محمد، ثم بعد ذلك يجعلوه يبدو كأبله، مراته بتتشرمط والصحابه معاه بيضربوه على قفاه وبتاع. عملوا كوكتيل غريب كده. المهم يعني مش عايزين ايه نتفرع في هذه المساله. ف ده بالنسبه لموضوع ايه كليبر وسليمان الحلبي، والمقابله الموضوع بينه وبين ابو لؤلؤ المجوسي وعمر بن الخطاب. ما فات على رائد مدرسه انا عايز كاميليا في هذا الاستعراض التاريخي اللي قام بيه. طبعا هو كله برضه بيعتمد على مساله المشاعر والمشاعر الوطنيه برضه، والمستعمر الفرنسي والغزو والثقافه والكلام ده كله. ليس هناك اي حديث موضوعي، لكن اهم نقطه اغفل عنها هذا الشخص هي مساله وماذا كان قبل هذا الغزو وهذا الاستعمار. كان عندنا ايه؟ دي دايما النقطه اللي هم يتفادوا الحديث عنها. طبعا اللي قاعد معتقد مثلا ان مصر او الشرق بصفه عامه كان مثلا ايه مهد الحضاره وانجازات علميه خارقه، وان هو كان يشع علما على العالم، وهو لا غير حقيقي بالمره. مجتمعات كانت غارقه في كهوف الجهل والتخلف. واديت مثال بسيط جدا على مساله الطباعه اللي ظهرت في اوروبا قبل دخولها مصر ب 350 سنه. يعني حتى مثلا مش هقول لك انت اخترعها، طب اعرف مثلا ان الناس دي عندها حاجه اسمها الطباعه وانقلها، مش عيب. لا، ده قعدوا 350 سنه لا يدرون شيء عن هذا الامر. فده يديك يعني فكره جيده جدا عن شكل هذه المجتمعات، ايه اللي حصل في تلك المجتمعات وازاي كانت عايشه. هم لا يمكن ان يشيروا الى هذا ما يحدث. الناس دي كانت ايه؟ هل مثلا من الذي كان موجود في تلك المجتمعات؟ هل اللي كان موجود في تلك المجتمعات كان طه حسين واحمد لطفي السيد وقاسم امين برضه؟ من الذي كان يحكمها؟ وباي عقيده وشريعه كانت تحكم هذه الدول؟ دوله زي مصر كان ايه بيحكمها مين؟ كمال اتاتورك مثلا؟ لا، كان يطبق فيها الشريعه، كان غارقه في كهوف الشريعه. هي ده اللي كان بيحصل، هو ده النقطه التي لا يذكروها ابدا. فانما ايه يصور لك الامر هو الغزو الثقافي عن طريق المدارس والبعثات طب وانت كان عندك مدارس اساسا؟ انت لما كان لديك هو لا شيء، انت كنت خالي الوفاض تماما. كل ما لديك مجموعه تعليم، اذا اطلقنا صح هنطلق عليه التعليم، هو التعليم يسمى التعليم الديني. العيال بتروح الازهر الكتاتيبه اعوذ بالله من الحركتين اللي احنا عارفينهم دول، زي العيال برضو في منطقه القبائل كده باكستان الضحايا دول. هو هذا ده التعليم اللي لديك. ثم يلوم كما لو كانت مؤامره ان هو ارسل البعثات. طب ايه كان البديل لارسال البعثات؟ يعمل ايه يعني؟ هيجيب منين تعليم؟ ما هو انت ضايع. ما فيش حاجه اسمها تعليم مدني، شيء غير موجود عندك. فكره المدرسه والطالب ويروح في ميعاد ويدرس حساب وكيمياء وفيزياء والكلام ما فيش. طب انت نتيجة ده كان ايه؟ كان نتيجة انشاء مدرسة للهندسة وبعد كده مدرسة للطب والمدارس المختلفة، وما يسمى بالمدرسة الحربية اللي هي بقى اصبحت الكلية الحربية. والاخر يعني اصبح عندك شيء. كيف ستنشئ هذا الشيء؟ قول لي ايه البديل؟ بالشريعة؟ طب ما هي كانت موجودة وما انشأتش لقرون. لماذا لا تدلس على مستمعيك ولا تذكر هذا الامر؟ انا مش عارف ايه كان المفروض نعمل ايه بعد ما تخرج الحمله من الفرنسيه من مصر، اللي هو ايه الحمد لله يا جماعه خرجوا وبتاع، يلا بقى نرجع ننام تاني. هو ده كان المطلوب. هيعمل ايه؟ ايه الكمبيدي؟ لانه دايما يصوروا البعثات دي على انها ايه بقى؟ دي بدايه التغريب بقى وبتاع. هو انت كان عندك تشريق مثلا؟ كان عندك شيء؟ انت لم يكن عندك اي شيء. ده الامر ده توضحه لجمهورك اللي بيسمعك مع الديب العيل لو سمحت، يعني بلاش تدليس. وهنا بقى الامر ده يقودنا الى نقطه مهمه جدا، وهي نقطه أهمية إنك أنت تسأل السؤال الصحيح. دلوقتي في السؤال مثلا يقول لك إيه، أو النظرية الشائعة الكلاسيكية في الأمر إن إحنا تخلفنا لأن إحنا استعمرنا. ابتدي بقى يقول لك إيه، إحنا تخلفنا لأن الاستعمار نهب ثرواتنا وقمعنا ودمر مش عارف إيه وعمل إيه ولا آخر هذا. دي النظرية الكلاسيكية. لكن إحنا لو حبينا نطرح السؤال بشكل آخر، وده مهم جدا حتى نرى الأمور من زاوية مختلفة. الحقيقة هو الأمر، هل إحنا تخلفنا لأننا استعمرنا، أم أن الحقيقة هي أننا تخلفنا أو أننا استعمرنا لأننا كنا بالفعل متخلفين؟ مفهوم التبادل يعني إيه هذا الأمر؟ السؤال تقلبه الناحية التانية، تشوف الناحية التانية شكله إيه. الحقيقة من وجهة نظري أن احنا بالفعل استعمرنا لأننا كنا متخلفين.
الامر بنوضحه ببساطه شديده جدا. انت لو انت فعلا مجتمع متقدم، ولا ديك علم ولا ديك حضاره ولا بالتالي زي كل ديك جيش، وجيش نظامي ومسلح تسليح جيد، واحد زي نابليون جاي عليك اساسا انت هتعرف ان هو جاي عليك، ستضربه ضربه اجهاضيه. ده بدايه. وحتى لو ده يعني دخل عليك فمش هيدخل عليك في نص ساعه ياخد البلد، هيبقى في مقاومه شديده وهتهزمه لو انت فعلا دوله متقدمه. لأن ده ما كانش حاصل، انت كنت مجتمع منهار تماما. عشان كده هو نجح ان هو يدخل مصر في نص ساعه. فهمت المعنى؟ فالحقيقه انت ليه استعمرت؟ لانك انت بالفعل كنت متخلف. انت لو كنت انسان او مجتمع متقدم ما كنتش استعمرت اساسا، لما سبب استعمارك ان انت كنت متخلف. وانا هنا لا ادافع عن الاستعمار، انا بقى في هناك في فرق يعني يجب التمييز. ان تتناول الامور بموضوعيه بعيدا عن بقى المشاعر الوطنيه والجياشه والاسلام والاونطه دي. خليك موضوعي عشان تقدر توصل لحل في مشاكلك العويصه اللي انت واقع فيه. هل بمعنى كلامي انا بقول مثلا الاستعمار ده شيء مثلا ايه جيد، او الاستعمار دوت شيء عظيم وانا سعيد ان انا استعمرت بلدي؟ لا مش سعيد، بس يجب ان احنا ننظر للامور بموضوعيه. الاستعمار ده كان ليه فوائد. مش معنى انا بقول ان الاستعمار ليه فوائد ان انا سعيد بالاستعمار، بس هي دي النظره الموضوعيه. ان هو عباره برضو عن حجر القي في هذه البحيره الاسنه والراكده، غير كثير. ابسط شيء برضو مساله الطباعه. طبعا بقى في تطور على كل الاصعده، مثلا التعليم وانشاء المدارس، بدايه في انشاء بنيه تحتيه حديثه. اللي هي بدايه الدوله الحديثه عصر محمد علي. ليه؟ لانها خدت لطمه ايقظتك، عرفت انك انت متخلف، بدات تطور نفسك، اللي هي مساله البعثات. وزي ما قلت ايه البديل؟ كان هيبقى يعني هيودي بعثات لفين؟ لليمن كما ذهب مصطفى العدوي في القرن العشرين، ولا هيوديها السعوديه؟ وده ياخدنا لنقطه اخرى مهمه جدا لفهم مساله الاستعمار. في دول تقريبا لم تستعمر، يعني لم ينظر اليها احد حتى يستعمرها، او لم يعتبروها مهمه، او ايه السبب لا احد يعني. المهم يعني مثلا دوله زي افغانستان او دوله زي اليمن او دوله زي السعوديه، نجد انهم لليوم مجتمعات كثير منها غارق في التخلف، رجعيه جدا. دي مجتمعات لم تستعمر فعلا، لم يظهر فيها التاثير الغربي، بخلاف دول تانية اللي حل بها الاستعمار بدأ يظهر فيها التأثير الغربي. وأنا بقول إن هو تأثير جيد. أن تتحرك من موقعك اللي هو غارق في كهوف الشريعة والقرن السادس وابن عباس وكل هذا الهم، إنك أنت بدأت تشوف حاجة تانية. ده مهم، مش سعيد بيه، لكن هو ده اللي حصل، ويجب أن ننظر الأمور بموضوعية. طبعا مش برضه الاستعمار مش معنى، مش مثلا هو مش نابليون جاي مثلا عشان سواد عيوني او عايز يخدمني ويجعلني اكثر تقدما. لا، ما قلتش برضه كده. هو جاي لمصالح استراتيجيه عنده، في صراع دائر في اوروبا بينه وبين في انجلترا في الاساس، وبين كل الدول ما كانوا يسميهم الدول الرجعيه في اوروبا، وعايز مساله الهيمنه على العالم والى اخره. واحنا كنا جزء من هذه اللعبه. بس هو برضه استعمار مش استعمار تتري، يعني مش من جاي مثلا ايه يبيد السكان الاصليين لهذه البلاد وهو يستولي على الارض بهذا الشكل. لا، هو بيستثمر بالفعل في هذه الارض وبيبني فيها. وده واضح جدا في كل الدول التي استعمرت، ان المباني الحديثه والمناطق المهمه في هذه البلاد، هذا الاستعمار سواء انجليزي او فرنسي هم اللي انشأوه. اما استعمار مباشر، كان في استعمار مباشر، او عن طريق التاثر الكامل بالغرب. هل ده عيب انك تبني في بلدك؟ اللي هي القاهره بقى، القاهره الخديويه مثلا، وهذا موجود في كل الدول الافريقيه وكل الدول التي استعمرت في الشرق الاوسط. كل الدول التي استعمرت بهذا الشكل تجد ان السنتر المدينه في طراز غربي، هو الافخم والاشيك والاكثر حضاريه في اي دوله من الدول التي استعمرت. ستجدها في كل الدول وبلا استثناء. ف يجب أن ننظر لمسألة الاستعمار بنظرة موضوعية بعيدا عن العواطف والهياج والمشاعر والتحريض، حتى نستفيد من الدرس بدل حتى أن لا يتكرر مرة أخرى. لكن واضح أن هم مسألة تكرر الأخطاء ده عندهم ده هواية. طبعا انتقل لمسألة إيه بقى؟ التعليم، وإن بدأ يوصف في المدارس التي ذهب إليها المصريين في فرنسا، وإزاي كانوا زي ما بالعربي كذا إزاي كانوا بيغسلوا دماغهم. يا عمي أنت كان لديك إيه وكان إيه البديل؟ يعني هيبعت لمين؟ زي ما قلت هيبعت لليمن مثلا ولا السعوديه يتعلموا؟ يبعت لمين؟ ما هو ده مصدر العلم الان. وكما قلت الانسان مش مجرد ريسيفر، هو نقدي.
وهو المن ذهبوا وجدوا ان ما عليه هؤلاء القوم افضل بكثير مما نحن عليه، وليه ده مش السبب انه مؤامره او اتغسل دماغهم، السبب انهم بالفعل هي مجتمعات افضل، اكثر نظاما واكثر علما واكثر في كل شيء. لماذا تريد بنا ان نعود الى الخلف؟ نعود الى ماذا؟ الى ما قبل الحمله الفرنسيه؟ هل هو هذا ما تريد العوده اليه، الاصول؟ شيء غريب جدا. وطبعا بقى ايه الاشاره بقى الى النخب العسكريه، النخب دي كلها موضوعه من الغرب والبعثات، وطبعا ايه يتطرق بقى يعني مساله المراه. طب انت بتقول ان ده مساله تحرير المراه ده كان لافساد المجتمعات والى اخره. طب وكان ايه البديل؟ كان وضع المراه اللي هي مقسمه ما بتتعلمش يعني. وعشان كده انا قلت ان الازهر كان حجر عثره في طريق اي خطوه للامام حاولت ان تتخذها مصر. هذه المؤسسه اللي اسمها الازهر، بيقول لك الاسلام المعتدل، بالفعل كانت حجر عثره في طريقنا. ويجب ان نضع حد برضه، من احد الاشياء التي انا ملتفت اليها، نضع حد بقى لتلك المؤسسه. آه، ده اللي هو قاعد يطنطن به في خلال هذا المقطع، تدليس كامل، يدلس على الناس. لا احد يعلم ماذا كان قبل هذا الغزو، ما يسميه بالغزو الثقافي او الفكري او تصوير الامر على انه هو غسيل للدماغ ومؤامره. وده ما خرج بيه. وفي النهايه بيد ايه النبوءه ان هو ايه سليمان الحلبي يجب ان يعود ليقتل كليبر الجديد، اللي هو انا انتمي الى كليبر الجديد مفترض يعني، مش عارف ليه. وعلى فكره هذا الامر كان حصل في مصر، اللي كان يعني متابع للاحداث الثقافيه في مصر، كان في سنه، اقول لك انا بالظبط، لان هو كان الاحتفال بمرور 200 عام على، مش او كلمه احتفال كمان، احنا بنحتفل بالاحتلال اللي هو مرور 200 عام على الحمله الفرنسيه. فبالتالي كان سنه 1998 حصل مش نوع من الاحتفال اللي هو مراجعه لهذه الحقبه. و يعني المجلات الثقافيه، كان كام مجله ثقافيه اللي هو بايه عن نشرت مقالات او كده عن الحمله الفرنسيه واثارها الثقافيه واثارها في كل مناحي الحياه. غيرت الحياه بالكامل عندنا. هؤلاء ويحتفلون بالاستعمار، عملاء الاستعمار، الغرب الكافر الصليبي المجرم تربتت اي هيج الناس وبتاع. لم يكن هناك احتفال، مش هنفرح هاي نابليون جه عندنا وبتاع، لا مش كده. دراسة الأمر بشكل موضوعي، تتعلم من التاريخ، تفهم إيه اللي حصل، ليه أنت كنت متخلف، وكان إيه المفروض إن إحنا نعمله. أنا من وجهة نظري لو كنا تركونا هؤلاء الرعاع في نمضي في طريقنا، ما كناش وصلنا يعني، كنا بقينا أفضل كثيرا مما نحن عليه اليوم. لكن إحنا عاملين زي عربية ماشية، واحد دايس على البنزين وواحد دايس على الفرامل. ده ما حدث. من يريد أن يتطلع للأمام دايس على البنزين بأقصى سرعة عشان نلحق التخلف اللي إحنا فيه. وهناك معتوه آخر في نفس السيارة ودايس على الفرامل. تخيل بقى عربيه ماشيه، واحد دايس على البنزين وواحد دايس على الفرامل. هو ده ما بيحدث اليوم. المهم، ده بخصوص هذه الحلقه العجيبه بين الديب العلق ورائد حركه انا عايز كماليا، المفكر الكبير حسام ابو الخرا. وتعليق يعني، وهي تنتمي الى مساله في النهايه برضو مساله العلمانيه والشنيعه الاسلاميه اللي هم عايزين يعودوا بينا ليها. ومش عارف ليه يعني، هو كاننا بنقول عايزين نعود الى ما قبل الحمله الفرنسيه. ليه؟ مش فاهم. ما الجميل في تلك الحقبه؟ ولماذا تريد العوده ليها؟ نعمل يعني مش يشرح لنا. مش عارف ليه بيعجزوا دائما عن شرح هذا الامر. برضه بقى بالنسبه لمساله الشريعه والتعليق على رفضي عليها، هذا يستدعي من الذاكره بدون الدخول في قضايا فلسفيه عميقه يعني، مشهد من فيلم مصري شهير اللي هو توفيق الدقن كان زانق عبد المنعم ابراهيم في ركن، بيقول له ايه العلبه دي فيها ايه؟ العلبه دي فيها فيل. انا اعتقد ان كثيرين يعني يعرفوا هذا المشهد، ومشهد مضحك. هذا المشهد المضحك الحقيقه هو برضه ايه بيناقش قضيه فلسفيه عميقه جدا في فلسفه العلم، وهي هل بالفعل العلبه كان فيها فيل؟ وكيفيه التحقق من ان العلبه فيها فيل؟ مش عارف يعني ايه، الواحد مش عايز يخوض في هذه القضيه الفلسفيه العميقه اللي هي مش عارف اقول ايه يعني. هندخل يقول لك ايه بقى بيتفزلك، ما بحبش الفزلكه اساسا، بس اللي هي قضيه يعني خاض فيها كثير يعني كبار فلاسفه القرن العشرين، وعلى راسهم السيد الكبير كارل بوبر. ف المهم خلاصه الامر يعني،
عشان نجيب من الاخر. انت ممكن انك انت لا يوجد شيء ممكن ان يوجد نظريه من الممكن ان تثبت، لا يوجد دليل يثبت صحه نظريه 100%، لن تصل الى هذا الدليل. وده برضو ايه، ضد فكره الاله. لن تستطيع ابدا انك انت تثبت مثلا وجود الاله، مستحيل. لكن هناك من الاختبارات او الادله انك انت تثبت بطلان نظريه. مش عارف المعنى واصل ولا لا، لكن هنعديها. خلاصه القصه بالنسبه لموضوع الايه، العلبه فيها فيل. ما يحدث النهارده بموضوع الشريعه هو ان هو ماسك لك العلبه ومفترض ان هي فيها فيل، فاحنا الاول مفترض ان احنا نناقش العلبه دي فيها فيل ولا لا. نشوف بقى، نستدل على هذا الفيل ونحاول نثبت هل فعلا فيها فيل، او نثبت بطلان ان العلبه فيها فيل. هو افترض ان العلبه فيها فيل، وبنى على هذا الافتراض افتراض اخر، ان احنا عايزين، لان هذا الفيل بعث لنا بكتالوج وعايزين نطبقه في حياتنا، اللي هو الشنيعه. دلوقتي احنا عندنا افتراضين، ان العلبه فيها فيل والفيل ده ليه كتالوج عايزين نطبقه اللي هو الشنيعه. هو قفز للاستنتاج الثاني ان الكتالوج ويطلب تنفيذ الكتالوج الفيل علينا، لكن احنا للان ما نعرفش العلبه فيها فيل ولا لا. فانت متخيل الطريقه ده؟ الحقيقه بياخدني يعني لمره هرقت على موضوع الايه، هل الله له مؤخره. دي المساله دي مساله ايه بياخدوا فيها في علم الكلام، اللي هو مساله الرؤيه. هل سنرى الله؟ مساله هل الله له يد ام انها يعني تخلف عقلي تم بلورته على انه شكل فلسفي ما يسمونه علم الكلام، وان ده دي قضايا فلسفيه، ويقعد يتناقشوا فيها بقى ايه الرؤيه مثلا. ممكن مساله الرؤيه دي مساله يعني شيء يعني ابحاث بقى فلسفيه وفلاسفه وبيتكلموا كتب ومؤلفات وبتاع وهكذا. مساله اليد والصراع الفلسفي العميق بين المجسمه والمعطله، وهو عبث وهراء كله. بس دائما عندما كنت اقرا في مساله علم الكلام ده او هذه الخلافات البلهاء، هم يعني هي عامله زي العلبه فيها فيل. هو ايه، افترض اساسا ان هناك اله، وبعدين بقى بيتناقش هل هو له يد او لا، هل نراه في العالم الاخر الوهمي اللي هم بيتخيلوه ولا لا. طب الاول نشوف هو موجود ولا لا. فانا بحس ان هذه الصراعات البلهاء ان هي مجرد التعميه على القضيه الاساسيه اللي هم ما عرفوش يثبتوها في الاول. طب يا عم اثبت القضيه الاساسيه الاول، وبعدين نشوف القضايا المتفرعه عنها، اللي هي قضيه الطيز واليد والقفا والكلام ده. انما عمال تتناقش، هو بيتناقش لك مثلا ايه، هل الله له يد ولا لا، كما لو كانت قضيه الله دي مفروغ منها. لا، هي مش مفروغ منها، مش مفروغ منها. فهي نفس قضيه العلبه فيها فيل. الان لم يثبت ان العلبه فيها فيل. فلما يكون الامر هكذا، اعتقد انه من الجنون انك تطالبني بتنفيذ الكتالوج اللي قالوا على الفيل. الاول نثبت ان العلبه فيها فيل، وده مش هنعرف نعمله. والله انت جايز انت معتقد ان هذا فعلا الفيل، في العلبه فيها فيل، وانت ارسل لك كتالوج، نفذه انت على نفسك. يعني انت نفذ كتالوج الفيل على نفسك، انت طبق الشنيعه على نفسك. ما حدش قالك ما تصليش، ما حدش قالك ما تصومش، روح في 60 داهيه، ولع في نفسك جلابيه دقن زفت، البس كيس زباله، ده شأنك. اما انك انت عايز تطبق كتالوج الفيل عليا، وهي قضيه سلم الفيل نفسه محل شك، وهو غالبا غير موجود، ان العلبه مستحيل انها تحتوي على فيل. اعتقد ان ده جنون يعني، وده جزء من غضبي. خلاص انت مثلا، انا اقدر انك انت اهطل، وانك انت مقتنع ان العلبه فيها فيل وبعت لك كتالوج، خلاص يعني ممكن اتفهم ان انت راجل غبي ومحدود الفكر ومصدق حاجه زي كده، ماشي، حقك، لا شيء يمنع. انما عايز تطبق هبلك وعبطك عليا في قضيه اساسا هي محل شك، من اساسها محل شك، اللي هو وجود الفيل نفسه. لا، ده هو خلاص كما لو كان الفيل موجود، وبعدين بقى تعالى بقى نشوف الكتالوج عايزين نطبقه. ودي النقطه دايما اللي بقولها في الحوار ما يسمى بالحوار العلماني الاسلامي. ارجع دائما لنقطه ان العلبه ما فيهاش فيل، حتى لا تخوض بقى الفساد. طبعا عندك الحديث بيقول ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله. يا عمي الفيل مش موجود من اساسه، يابا الفيل مش موجود. فده احد الامور. يعني يقول ماذا انت غاضب ولا اخر، لا، من حقي ان اغضب. حق ان توفيق الدقن لما يزنقني كده في الكوره ويقول لي العلبه فيها فيل وبتاع، من حقي اقول له لا ومفيش فيل ومفيش كتالوج، ده حقي تماما، واغضب لهذا الامر يعني.
ده لشرح موقفي، يعني بتبرير موقفي. يقول لك ايه انت تستخدم الالفاظ، ايوه هستخدم الفاظ قذره ولسه انتوا مش شفتوش مني حاجه، لان الامر بالفعل يثير يعني الغضب. اي انسان عاقل عنده عقل ده يثير غضبه، انك انت تفترض فرضيه بلهاء كأن العلبه فيها فيل، وبعدين كمان تبني عليها وعايز تفرضها. دي كارثه لازم مقاومتها. ولا اللقاء في مقطع اخر. سلام. هي ما بيقفلش مش عارف يعني. مساء الخير. بداية أحب إن أنا أوضح نقطة أنا كنت خطأ أنا عملته في المقطع السابق، اللي هو بالنسبة فعلا لموضوع اليمن. لا، هو اليمن كان بالفعل في احتلال بريطاني في عدن في الجزء الجنوبي منه. فده أنا كنت قايل إن يعني في الدول اللي هي لم تتعرض للاحتلال ظلت مغلقة كما هي، ولم يحدث فيها طيارات، لم توجد فيها طيارات تقدمية. كل القوى اللي فيها قوى رجعية. بس هو برضه الحقيقة بالنسبة يعني إيه اليمن، بالإضافة إن هو الشطر الجنوبي أو عدن، الاحتلال البريطاني في اليمن كان أكثر يشبه أكثر حامية عسكرية لحماية هذا الممر الاستراتيجي. لم يكن له دخل كبير في إدارات الحياة اليومية أو التداخل في شؤون الحياة في المجتمع اليمني. يعني التدخل ده كان محدود، لم يكن بالصورة التي حدثت مثلا في مصر أو في الجزائر أو لم يكن بهذا الشكل. فالتأثير يعني لم يكن بهذه الصورة، لم يكن كبير. ما أعتقدش مثلا إن أنشئ شيء ضخم في اليمن بسبب وجود الحامية البريطانية، تلك مثلا جامعة أو أي شيء من هذا القبيل، أو مركز تعليمي أو حاجة. لا، لم يكن هذا هو مهمة هذه الحامية العسكرية في اليمن. أنا مش عايز أخوض، بس فعلا كان في احتلال بريطاني، بس أنا من وجهة نظري إنه كان محدود، يعني تأثيره محدود. ده بالنسبة لمسألة اليمن. بالنسبة بقى في ناس بقى بتقول لي انت ايه بقى تعليقك وانت ما علقتش ولا مش عارف تعزي. احنا مش قاعدين في معزة، وانا مش قناة اخبارية لازم اعلق على كل حاجة. على موضوع بقى حادثة القطار والاشتباكات العظيمة بين شمام الكلة في محمد محمود والداخلية، واشتباكات بين الجيش والشرطة، وما يحدث في غزة، وكل هذه الأحداث المتتالية. الحقيقة أنا يعني إيه لإبراء ذمتي، هو زي ما قلت قبل كده، هو الرسالة التي أرسلتها للمشير حسين طنطاوي في السابق من أكثر من سنة. ويعني ما يحدث أنا ما أعتقد، يعني مش عايز أعمل فيها عبقرة بتاع، بس يعني متوقع. و النقطة اللي عايز أتكلم فيها هي نقطة القطار. طبعا بعد ما حدث حادثة القطار بقى صراخ وعويل وقطع طرق واعتراض، والوزير النقل يستقيل، ووزير مش عارف رئيس الوزراء يستقيل، وده إهمال، وده يستمر له الموضوع 3 4 أيام، الموضوع ينام، نقعد شوية من غير حوادث بقى تحصل حادثة تانية. ليه؟ هل لما الوزير يستقيل هتحصل حاجة؟ هل المشكلة كانت فعلا في الوزير؟ إن برضه بنفس المبدأ كان ساعة لما بتحصل حادث ده مبارك يقول لك مبارك هو المسؤول والإهمال والمش مهتم بالشعب والآخر. بنفس المبدأ يجب أن نحاسب الموجودين اليوم في السلطة. لكن بقى لو أردنا الحقيقة وأردنا الإصلاح فعلا، هو مش مسؤول الراجل ده. هذه الجماعة الإجرامية عامة هي جاية في السلطة من وقت قريب، وهي مش مسؤولة حقيقة عن هذا الأمر. ما نقدرش تحملها مسؤولية كاملة. لكن آم، بالمنطق القديم هم مسؤولين، اللي كانوا بيزايدوا بيه على مبارك هم مسؤولين. لكن الامر بعد ان ايه هو الامر بيضيع دائما في ايه، في الصراخ والعويل والهيجان اللي بيحصل، والوزير لازم يستقيل كده. الديمقراطيه يعني الوزير لازم يستقيل، ورئيس الوزراء مش عارف يعمل ايه ده، وكل واحد يطلع يصرح تصريح بتاع شويه ضجيج، نعمل ضجيج وبعدين بس ما فيش اي خطوات فعليه على ارض الواقع. هل بعد في كل حادثه اللي حصلت دي حصلت دراسه مثلا للسكك الحديديه في مصر؟ ايه اسباب الحوادث وايه طرق التامين؟ هل مثلا نغير المزلقانات كلها، خطه لتغيير مزلقانات الكترونيه؟ ايه اللي المفروض يتعمل؟ رفع غرامات مثلا ضخمه جدا على اللي بيعمل مثلا شرخ في صوره عشان يعدي من المزنقه، يعني تتعمل خطه وتتنفذ. هل ده بيحصل؟ لا، هو شويه ضجيج في الاول، يتعمل طق طق وزعق وناس ويستقيل بقى كده. لما الوزير يستقيل يعني احنا كده ايه، حققنا، خلينا وزير يستقيل. وبعدين انا عندي الوزير يفضل احسن ويصلح لنا، يعني ما هتقعد تغير كل شويه، كل تحصل حادثه هتشيل وزير. ويعني انا مش عارف النهارده بعد اللي حصل ده مين يرضى في مصر ان هو يبقى وزير نقل؟ يعني مين يقبل على نفسه النهارده يعني تدي له وزاره؟ ده انا عارف شويه هو مش هيبقى في ايده حاجه واحده، هينام هنا ولا واحد يكون بيحشش هنا، تحصل حادثه تاني يقول لك استقيل. طب وليه وجع دماغ؟ مش هو ده الحل؟ يعني مش دي الديمقراطيه ان انا اشيل رئيس وزراء ولا اشيل الوزير عشان حادثه؟ الحل ان تتعمل دراسه حقيقيه، مش تهريج ولا لجنه ولا دراسه حقيقيه، ناس بتفهم تعمل دراسه حقيقيه تشوف اسباب الحوادث وطرق التلافي زي ما في اي دوله.
بس ده سهل جدا بدون الضجيج اللي بيحصل ده كله. لكن طبعا احنا في عصر الضجيج وعصر الفريلانسرز، وكل واحد بقى سياسي ومهم بيفتي، شمامين الكل بقوا تحول لسياسيين، ووجود طبقة زي بدل أغنياء الحرب في الماضي بقى في أغنياء ثورة النهاردة، في ناس وجوه اقتحمت علينا حياتنا بدون داعي وبدون أي مبرر. أغنياء الثورة الجدد كله بيفتي. طبعا في بقى وجود مرسي وعصابته، مسائل بقى غزة وسينا وبتاع، يعني ايه الواحد يعني ايه بقى حاطط ايده على قلبه، حتى مبقاش عايز يتابع الاخبار. المهم نقفل على المواضيع دي، مفيش داعي نفتح عشان ايه ما يقلش ادب ما اشتمش يعني. وده بس النقطة أخيرة بالنسبة لموضوع أسيوط ده. موضوع أسيوط ده رغم إن أنا بقى فعلا قناعاتي هي مش مسؤولية الناس ديت، ولا بس من وجهة نظري في الانتخابات القادمة لازم الأمر ده يستغل. يعني تنزل موضوع حادثة أسيوط وصور الضحايا وبتاع تحضيرا للانتخابات القادمة، تحملوهم فعلا فيها المسؤولية في الانتخابات. بس يعني ده إذا كنتوا عندكم لسه فكرة انتخابات بدل إيه شم الكل في الشوارع. المهم ندخل بقى في الموضوع الأساسي اللي هو الإيه بين العلمانية والشريعة الإسلامية. كنت أنا برضو في أمور أريد أن أتداركها في المقطع السابق، هي قالها رائد حركة أنا عايز كاميليا الفكرية، وما علقتش عليها، وأريد أن إيه أعلق عليها في هذا المقطع. أول نقطة كان ذكرها هو كان بيتكلم عن ثقافة الحفظ والتلقين التي زرعها فينا المستعمر الغربي. يعني هو بيدعي ان احنا ثقافه الحفظ والتلقين اللي احنا قاعدين فيها دي، ودايما تسمع يقول لك ايه يجب ان تكون الامتحانات لا تعتمد على مجرد الحفظ، ويكون فيها مجال للاستنباط والابداع والى اخره والتفكير الحر، وهكذا. برضه مناهجنا بتعتمد على نفس الحفظ والتلقين، ويجب ان نغير هذا ونغير هذه الثقافه، وبان انا من يوم ما اتولدت انا بسمع الكلام ده ما بيحصلش اي حاجه. فهو بقى بيتهم الغرب، هذا الغرب المتآمر، بان هو اللي زرع فينا هذا الامر. الحقيقه الموضوع مضحك جدا. هو نفسه هذا الشخص رائد حركة أنا عايز كاميليا الفكرية، هو نفسه ابن مخلص تماما لثقافة الحفظ والتلقين. يعني هي الثقافة الإسلامية دي كلها عبارة عن حفظ وتلقين. يعني أنت لما تجيب طفل عنده 3 4 5 سنين وبعيلته يقول لك ده الطفل مثلا حافظ القرآن كله عنده 7 سنين أو 8 سنين، ده اسمه إيه؟ لما هي دي ليها تأثيرين الحقيقة. التأثير الأول احنا لو اعتبرنا عقل البني آدم زي الكمبيوتر، جهاز ليه ساعة معينة. أنت هذه الساعة خدت حيز كبير جدا منها ليحفظ اشياء غير ما حتى مفهومه بالنسبه له، مجرد عمليه حفظ بحت بدون اي ادراك لما يحفظه. خدت حيز كبير جدا من هذا المكان اللي تخزين هذه المعلومات، زي الكمبيوتر بالظبط. انت مثلا عندك مثلا 1000 ميجا بايت، انت واخد منه 950 ميجا بايت بتخزن فيهم برامج انت عمرك ما استخدمتها ولا هتستخدمها، بس انت حاططهم عليه. طبعا ده انت بهذا الشكل ما بقاش عندك غير 50 ميجا بايت. ده اللي بيحصل انك تجيب طفل تجعله أداة للحفظ وجهاز تسجيل بهذا الشكل في هذه السن المبكرة. الأخطر بقى حتى من أمر إنك أنت شغل هذا الحيز بالمجرد الحفظ المجرد، إنك أنت بتديها تدريب عقلي، إنك أنت تعمل الحفظ بهذا المنطق تدريب عقلي، إنك أنت أهم شيء إنك تحفظ، أن تحفظ الشيء مجرد وتسترجعه بس. ده طريقة العمل العقل. انت كأنك العقل فيه طرق زي طرق متعددة، او ممكن تمهد فيه طرق. في طريقة الحفظ انت مهدت طريق الحفظ. في طرق تانية بقى اللي هي فيها الابداع والابتكار والاستنباط والتفكير النقدي والمنطقي، دي كلها ملغية. انت سايبها كده ايه مناطق ترابية، لان ما تمشاش فيها كتير، ما تعودش عليه. هو متعود يمشي على طريق الحفظ. فاول طبعا هو اسهل حاجه عنده، زي ما هو انا فعلا ضحكت لان الكلام ده فعلا بيحصل. هو كان ايه حتى بيقول ان ايه، كانوا بيقولوا لنا حتى في الرياضه احفظ مسائل الرياضه. فعلا لان طريق الحفظ عندكم معبد، ثقافتك قائمه على الحفظ. حتى يقول لك ايه الحافظ ابن كثير، الحافظ الذهبي. الحافظ، كلمه الحافظ دي كلمه كبيره يعني في الثقافه الاسلاميه. وعين زي ما برضه تعريف في مثلا في الحديث الصحيح يقول لك ايه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الضابط دي ممكن تغيرها بكلمة الحافظ. يعني ان هو لانه مثلا حتى لما اقول لك مثلا بدأ يظهر عليه النسيان في اخر عمره بتاع، يعني ان لا يؤخذ عنه الحديث او حديثه تبقى ضعيفة. يعني فكرة الحفظ العدل الضابط، يكون ضابط.
فده احد الايه الشروط. مثلا قال لك العدل الفاهم، لا، ما هو الاسلام ان ايه دايما تبقى حافظ مش فاهم، دي الثقافه الاسلاميه، تكون حافظ بتقعد ايه تسترجع حتى في كتابهم كل هي ما يسمونها كتب التراث، يقول لك ايه، عند مثلا كتاب تجد هذا الكتاب اللي هم بتقراه مثلا هو تعليق على كتاب او هوامش على كتاب اتالف مثلا من 800 سنه. بقى خلال ال 800 سنه دي ما بيحصلش اي حاجه غير ان واحد بيقرا الكتاب ده ويكتب عليه هوامش، وبعدين واحد اللي بيجي بعد 100 سنه يروح كاتب على الهوامش هوامش اخرى، هي هوامش على هوامش على، وهي استرجاع لنفس الكلام. فهي دي الثقافه اللي احنا مغروسين فيها. هذا الاخ بقى لا بينكرها على نفسه وبينسبها للغرب، هو اللي زرع فينا هذا، وان ثقافه التلقين دي مزروعه فينا من الغرب. مش عارف اي مغالطه بيرتكبها هذا الاحمق، وبيعتقد ان كلامه ده مثلا بيخاطب بلهاء. انت ثقافتك قائمه على الحفظ، انتوا بتفتخروا ان طفل، تجيب طفل تغسل دماغه عند 7 سنين بتحفظه كتاب هو مش فاهم فيه ولا كلمه. ايه الطفل فاهم ايه في زوجات النبي، ولا مثنى وثلاثة ورباع، ولا الكهف، ولا اتوا نساءكم مش عارف حرث، نساءكم حرث لكم، وكل هذا الهراء؟ الطفل فاهم ايه في الكلام ده وهو حافظ هذا الكتاب بالكامل؟ وبعدين تقول لنا ده زرعوا فينا ثقافه الحفظ، وانت ثقافتك ثقافه الابداع. ايها الخجل اين حمراتك فعلا يعني. برضه احبال برضه الامور اللي هو ايه مساله التكرار على قضيه الاستعمار ومش الاستعمار، كما يصور الامر كما لو كان الاستعمار ده بقى احنا كنا ايه، كنا خلاص قربنا نوصل للقمر وبنطلع صواريخ نوويه، بس الاستعمار ده جه هد كل شيء، وده غير حقيقي بالمره. كيفيه تعامل الدول الاخرى مع الاستعمار. يعني هناك دول مش احنا الوحيدين في العالم اللي استعمرنا، هناك دول اخرى، مثلا عندك دوله زي الهند مثلا مستعمره، عندك دوله زي الصين. يعني في تعامل، الدوله زي الصين دي كانت بدات القرن العشرين اللي هو نص شعبها كان مدمن افيون بسبب ما يعني مشاكل تجاريه مع بريطانيا العظمى، ولا كان نص الشعب قاعد في الشارع بيضرب افيون. انتهى القرن وهي بتقارب من موضع الدوله العظمى. فهناك، وطبعا اليابان دخلت الصين طلعت دين ابوهم وبهدلت، ولغايه النهارده في مشاكل نفسيه بين الصين واليابان. ايام بقى ايه غزو منشوريا والحرب العالميه ده، ما الحرب العالميه الثانيه ما ابتدتش في حقيقه في 39، ده كان بدات قبل كده، قبل هذا بايه، باليابان كان في غزو بس ما كانش حد دريان لسه ايه، لان اليابان ما حدش فاهم الناس اللي تحت دي بتقول ايه، انما كان هتلر هو اللي مشعشع فالناس. انما كانت الحرب دي ابتدت قبل ذلك كلها انسحاب اليابان من عصبة الأمم، وغزو اليابان لمنشوريا وبتاع، فاليابان طلعت دين الصين وهتكت عرضهم، اللي هي اليابان الحتة اللي عاملة زي الفار على الخريطة النهارده دي، كانت مسيطرة على دين الصين، عايزة تسيطر على الصين وكل جنوب شرق آسيا ده. فيعني في تاريخ استعماري لكل منطقة، لكن تعاملوا معاه ازاي النهارده؟ يعني ان هو مثلا دولة زي الهند، وكان في هذه النوعية من الناس في الهند اللي هو التباكي بقى على الاستعمار، والاستعمار دمر الهند ومش عارف ايه، واحنا مضطهدين والاستعمار بهدلنا. لكن كان هناك دائما الاتجاه الاخر، علينا ان ننظر الى الامام، نضع كل هذا الهراء وراء ظهورنا، ننظر الى الامام ونطور بلدنا. نفس الاتجاه بس بشكل اخر خد الشكل الاشتراكي او الشيوعي في الصين، ومضوا في هذا الاتجاه. النهارده دولتين برضو قاربوا على وصول يعني لوضع الدول العظمى. طبعا غني عن الذكر الصين يعني، والهند نفس الوضع في تقدم هائل طبعا، لا يعني اعتقد ان الجميع يعلموا عن الهند اليوم، لانهم حطوا هذا التاريخ وراء ظهورهم ومضوا للامام. هم ما زالوا في اليوم عندنا بيتباكوا على هذا التاريخ والاستعمار الذي دمره والغزو الثقافي هل تعلم ما هو معظم الطبقه الحاكمه في الهند اللي هو حزب المؤتمر الهندي ده مثلا، معظم الطبقه الحاكمه منه دي ما هي متعلمه في بريطانيا، وهذا افادهم لانهم شغلوا عقولهم ومش معقدين نفسيا يعني لما تكون ثقافتك، ما هو مش عايز اقول لك انت ثقافتك كلها منحطه، ما انا افترض ان اي ثقافه فيها اشياء ايجابيه واشياء سلبيه. هل عشان هي ثقافتك تتمسك بالايجابي والسلبي سواء، هو لازم هي دي ثقافتي؟ اتجوز البنت وعندها 9 سنين ولا 6 سنين هي دي ثقافتي، وختان الاناث هي دي ثقافتي، وحد الردة هي دي ثقافتي؟ ما هو انت يبقى انت مجنون. فالناس دي تعاملت مع الامر بواقعيه، والله احنا عندنا اشياء ايجابيه في ثقافتنا وتفر ايه هي، وعندنا اشياء سلبيه مثلا زي نظام الطبقي بتاع الهند ده اللي هو الكاست سيستم، وهو ما زال موجود وبتاع، بس في تعامل علماني بقى بشكل علماني مع محاوله تفهمه ومحاوله التعامل معاه
whatever. المهم يعني ان هذه الطبقه اللي هي في حزب المؤتمر الهندي هي معظمها متعلم في بريطانيا مثلا، ومعاه شهادات بريطانيه وفي الحقوق والى اخره. ف لماذا لم يحدث هذا في الهند؟ طبعا دوله زي الصين بقى ايضا جدير بالذكر يعني. تعاملت الصين بواقعية، كان عندها مشكلتين، هونج كونج وتايوان. هي خدت هونج كونج خلاص. يعني هي الصين بالاخر كده من الاعتبار ان إيه، طب سيبهم يلعبوا شويه بالبتاع اللي هم فرحانين بيها، فاكرين ان هم كده دي انه محور ارتكاز في المنطقه، وعامله حامله طائرات لينا يعني بتاع لامريكا والغرب وكده، حتى ايه تكون ايه نقطه انطلاق عندما يشتعل العالم في الحرب العالميه الثالثه اللي احنا كلنا هنموت فيها. فهم بيقول لك سيبوهم يلعبوا بيها شويه، احنا بنطور نفسنا وبنوقف وبنقوي اقتصادنا وبنقوي جيشنا وبتاع، لحظه ما الصين هتاخد تايوان، وده اللي هيحصل بس. فسيبهم يلعبوا بيها. هي بقى نفس تايوان دي عند الصين زي بقى قضيه فلسطين والقصه اللي بتحصل النهارده. انت قاعد برضه عامله حصل لهم فيكسيشن على فلسطين، انت هتسيبه يلعب بيها شويه، قوي نفسك انت وبعدين خدها. هي ده التفكير الصحيح. اما النهارده عايشين في الاضطهاد، والغرب دمر وبتاع وغزونا الثقافي وفلسطين ضاعت، وعمالين يقولوا لغايه لما العالم ده كله هيضيع من المحيط الخليج فعلا بغبائكم يعني. فده بالنسبه لقصه يعني ايه التعليقات الاخيره يعني على ايه صاحب او مؤسس الحركه الفكريه انا عايز كامل. نيجي بقى نخش فعلا، انا عايز ايه لو في عجاله سريعه مساله العلمانيه، في عجاله سريعه كده عشان نجيب من الاخر مع بعض. انا رايي يعني، انت لو سالتني على الورق في امتحان ايه رايك في الدين وفي تاسيس دوله على اساس ديني، وفي خلط الدين بالسياسه كله، رايي سيء جدا، واظن الامر معروف للجميع. رايي سيء جدا، وساكتب في هذه المساله ما كتب مالك في الخمر. وطبعا ان شيء سيؤدي إلى كارثة وانهيار في تلك المجتمعات، ويعني سأكتب مجلدات في هذا الأمر ده على الورق. فرضا بعد ما أنا كتبت المجلدات دي كلها وقعدت أشتم وأسب وإلا أدبي وكل هذا الفيلم، أثبتت لي بالتجربة على أرض الواقع إن أنا كلامي ده كله غلط، واللي أنا بقوله ده هرتلة. وادي يا عم أنت عمال تقول الكلام ده، ادي عندي تجربة حية أهي، شوفها اتفرج عليها تثبت خطأ كل ما تقول. أنا بمنتهى البساطة اللي عاملها همسك اللي أنا كتبته ده كله أقطعه وأقول لك أنت صح وأنا حمار. بس وريني التجربة بقى، فين التجربة اللي نجحت لكم؟ وراني. هل ده سؤال عويص، سؤال مثلا غير منطقي بطلب منك تعمل لي معجزة مثلا تطير في الهواء ولا تمشي على المية؟ لا. انت عمال تطنطن طول النهار بالشريعة والخلافة وعظمة هذه الكيانات السياسية الهلامية اللي انت عمال تتكلم عليها، وانا ضدها. الكلام ده على الورق. بقول لك بمنتهى البساطة وريني النموذج، هل ده فيه غلط؟ وريني النموذج. النماذج اللي انا شايفها بتؤكد، كلها النماذج بتؤكد ما وصلت اليه، اللي هو على الورق اللي انا كاتبه، اللي هو هذا نظام انظمه كارثيه. انت اثبت خطأ وريني انت النموذج. بسيطه يعني. وزي ما قلت قبل كده، اذا كنت بتستدل يقول لك ايه وها هي زي الحجه البليده بتاعت ايه موضوع الشيوعيه، لا ده الخطأ في التطبيق وليس في النظريه. انت برضو شغال لنا انت النهارده في ايه موضوع ايه الخطأ في التطبيق وليس في النظريه. لا مفيش الكلام ده. لما تجربه وراء تجربه وراء تجربه كلها تنتهي بكوارث وفي سنوات معدوده لم يكن في اسابيع معدوده. فيعني من حقي ان انا ارفض كلامك واصمم على رايي الى ان تثبت لي بقى تجربه عمليه ان انا مخطئ. وده بالتالي طلب منطقي وطبيعي. مفهوم؟ ده بالنسبه ليه، عشان ايه ده من الاخر. نبتدي بقى في التفصيل في مساله العلمانيه. آه طبعا هي في البدايه العلمانيه بالفعل هي منتج اوروبي، وبالفعل التاريخ الكنسي في اوروبا كان دافع رئيسي لنشوء هذا النوع من التفكير. وزي ما قلنا قبل كده في 3000 مقطع اللي انا عاملهم بعنوان بين العلمانيه والشنيعه الاسلاميه، ان هذا الامر مساله الكهنوت ومحاكم التفتيش والاضطهاد الديني والقمع الفكر وحريه التعبير لم يكن قاصرا على اوروبا، بل احنا عايشين فيه لغايه النهارده. مش عارف برضو يعني بعد كل الاستدلالات اللي انا حطيتها هل انا مؤلف حوادث؟ حتى انا مش بستدل مثلا
من بشار بن برد والجعد بن درهم. لا، ده انا بستدل على حدث حصلت من كام سنه. فرج فوده ده من لسه امبارح، ونجيب محفوظ ونصر حامد ابو زيد هذا الضحيه المسكين اللي اسمه البير صابر، اللي مش عارف فضيحه دوليه مقبوض عليها لانه ملحد. وعشان تفهموا، مش عايز بس اهدد وبتاع، لو الامر ما عداش بقى ايه، ما هيبقى فيه انتوا زعلانين على قطع القران. لو اتحكم عليه اساسا ساجعل هذا اليوم هو اليوم العالمي لتمزيق المصاحف فعلا، وهيكون الردود ساجعلكم تحترقون وانتم على تشاهدوني كده. ساجعلك، انا بقول لك اهو، انت فرحان انك انت على البير صبر، ساجعلك تحترق على رسولك ودينك وانت واقف تتفرج عليا، وهتقعد تتفرج عليا وستحترق. انا مش عايز بس، لان انا الموضوع ده ايه، ليه تفرعات تانية. بس لما طبعا في الموقف المأزق اللي هو فيه، لا تدخلي انا هيزيد الامور سوءا بصراحه بالنسبه له. بس انا بقى إيه، خلاص يعني تزيد. بس اعرفوا ما سيحدث وتبعات هذا الامر، ولن ينتهي بل سيزداد موجة الالحاد في مصر. المهم، في هذا المنتج، انا بالنسبه للموضوع بقى بشار بن برد وجعد بن درهم، انا ما ذكرتهمش هم، بس لما عندما تتكلم شخص اصولي او سلفي في هذه الامور، هو بالنسبه له بقى ايه، جعد بن درهم وبشار بن برد والحلاج وهؤلاء الناس هم مرقه عن الدين وزنادقه، وايه يجب قتلهم والتخلص منهم. ده المجتمع الاسلامي، الجنه الاسلاميه اللي احنا هنعيش فيها. ولهذا انا ذكرت موضوع فتنه خلق القران. فتنة خلق القرآن لم يكن ضحيتها فقط هو المعتوه أحمد بن حنبل، كان هناك آخرين كثيرين أوذوا في تلك ما يسمى بفتنة خلق القرآن، لكن أشهرهم هو أحمد بن حنبل. هنا المسألة ليه أنا ذكرت هذا الأمر، هنا الأمر بالنسبة لي ليس ما تؤمن به أو ما تقول به، ده لا يعني في شيء. يعني أنا الحوار كله حوالين مسألة خلق القرآن، وهل هو مخلوق أو أزلي، ودليل هذا الفريق هذا لا يعني هو كل الأمر هراء. القرآن بالنسبة لي لا هو مخلوق ولا أزلي، القرآن مفبرك، ده القضية كلها. فداخليات المسألة لا تعنيني، لكن يعنيني إن ده لي رأي وده لي رأي. المسألة سواء أنت رأيك مثلا بتقول إن القرآن مخلوق، وده اللي بيعتبروه هم هرطقة وزندقة وإلى آخره، او انك انت بتقول القرآن ازلي، من حق كل طرف ان يعبر عن رأيه بدون ان يتعرض لا الاعتداء ولا السجن ولا الضرب ولا الاهانه ولا لاي شيء يعني. ده الموقف المبدئي. انما لما تيجي تكلم الاصولي او السلفي يقول لك ده الكعب بن درهم ده زنديق كافر، انما احمد بن حنبل ضحيه. طب ما هو انت النهارده اذا كنت فاكر نفسك انك انت في موقع القوه والسلطه، وانك انت ستحول اخرين ضحايا، يوم ما ستكون في موقع احمد بن حنبل برضه عن طريق تحالف السلطه السياسيه مع قوه دينيه معاديه ليك، وهتتحول انت الى ضحيه. هو يجب ان يكون هناك موقف مبدئي في هذا الامر، من حق كل انسان ان يعبر عن رايه. لذا انا ذكرت مساله خلق القران. انا ممكن ببساطه احمد بن حنبل ده كلب ولا يسوى وبتاع، كان عنده حق المامون فيما فعله به. ومأمون هو ايه، او قصه خرافيه بقى عن ايه، احمد بن حنبل ان دعا ان هو اللي يهلك المأمون فمات المأمون وبتاع. طب ده ما هو حلو قوي كده، ليه ما دعاش على الباقي اللي بقى جيبهم بعد المأمون وطلعوا دين امه؟ ولا هي قصص بتهرتلوا فيها وتقعدوا ترددوها كده زي الكلبلهاء اللي بقى ربنا تدخل وقتل المأمون؟ طب ليه ما تدخلش برضه كمل مع الناس اللي طلعوا دين امه بعد كده؟ المهم مش عايزين نخوض في هذه المسائل الكلاميه. فاثبتنا بما لا يدع مجال الشك ان هذا المجتمع عايش في محاكم تفتيش وكهنوت وطلعان دين ابونا وغرق ودين لازج ابن دين كلب، وحاجه تقرف يعني الحقيقه. يعني اوروبا في العصور الوسطى فعلا متهيألي كانت افضل مما نعيش فيه اليوم. فنشأت التيار العلماني، وفي نشأة التيار العلماني في اوروبا بالفعل في بدايته كان هناك تيار علماني معادي، مش مجرد ان هو بيفصل بين الدين والدوله، لا هو كان معادي للدين. هذا التيار بيعادي الدين، بيعتقد ان الدين هو كارثه حلت على البشريه. وكان عن ذلك نشأ شعار في الثوره الفرنسيه اللي هو شعار شنق اخر ملك بامعاء اخر رجل دين، او شنق اخر ملك بامعاء اخر قسيس. ده كان شعار، احد شعارات فعلا الثوره الفرنسيه. ونابليون ده نفسه يعني ممكن اعتباره ملحد،
ولا اقوال كثيره بالنسبه للدين والى اخره. بل من ضمن الاشياء المضحكه برضو اللي هو يعني بمناسبه نابليون، ان هو لما دخل مصر ضحك على الشيوخ وبتاع، عمل اعلن اسلامه وبتاع شغل و... وان هو جاي يحررهم من العثمانيين اللي هم الظلم، المماليك الظلمه والى اخره. عمل فعل اسمه الحاج مش عارف محمد نابليون، عمل مصيبه كده مضحكه، لانه يعلم ان هؤلاء الناس بلهاء، وكان بيقعدوا معاه شيوخ الازهر يعني وبتاع، ويتكلموا وبتاع سعداء يعني. امم فايه، ان هم دايما يقول لك يشير اليه والمعلم يعقوب هذا النصراني الخبيث الذي تحالف مع نابليون وبتاع. ما شيوخ الازهر كانوا بيقعدوا مع نابليون برضه، الحاج نابليون ولا ايه؟ المهم، ده كان في بدايه الثوره الفرنسيه. طبعا الامور بقى ايه بعد ان هدأ الغبار واستقرت الامور؟ فكره ما انك انت هتغير مجتمع فجاه بهذه الاساليب اللي هي الهندسه الاجتماعيه، انك هتعمل ما تدوس على زرار المجتمع يتغير، ده مش هتحصل. ودايما برضو بتنتهي بالكوارث، وبرضو الثوره الفرنسيه انتهت بحمامات من الدم وكوارث كثيره والى اخره. فوصلوا ايه للحل الوسط اللذيذ اللي هو ايه؟ علمانيه. انت فاصل، انت دينك ده في معبدك، في مسجدك، في كنيستك، ده شيء شخصي بينك وبين الهك لا تقحمه في حياتنا، او في بالذات بقى في الامور السياسيه. ما حدث في فرنسا او ما حدث في اوروبا كلها، اوروبا تاريخها مش كمان مش الكنيسه، هي تاريخ حروب دينيه ومذهبيه وطائفيه، وهي في الاساس حروب سياسيه بس كانت متلبسه بهذا. بس هي تاريخ الحروب، في حروب طول الوقت، في حروب بين القوى الاوروبيه العظمى بيقتلوا في بعض. فده يعني ايه، كان نوع من انواع اوجد حل لحمام الدم المسال دائما في اوروبا، مساله دخول الافكار العلمانيه والتنوير. بدأ يعني ايه يجعل التعايش ممكن بين تلك القوى. الأهم من كده بقى أن هناك كان من يراقب الأمر ويدرس بعناية ما حدث وما يحدث في أوروبا، وهو ده كان الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية. كثيرين منهم كانوا على ثقة، على علم وخبرة ودراية بما يحدث في أوروبا وتاريخها. بعض منهم يعتقد بين فرانكلين بنجامين، أو كان سفير بين الولايات المتحدة في فرنسا، أو يعني على دراية تامة بما يحدث في أوروبا وخطورة خلط الدين بالسياسة. ولهذا عندما صدر، يعني أنا تستغرب كتابة الدستور الأمريكي، فعلا معظم من كتبوه هم ينتموا إلى تقريبا الطائفة البروتستانتية، نفس الأصول العرقية، يعني كلهم بيض من أوروبا، أصولهم تعود إلى أوروبا الغربية. كثيرين منهم بروتستانت، إذا كان هنا واحد ملحد بتاع، بس إيه يعني الشكل العام إن هم يعني عقيدتهم الدينية واحدة. كان ممكن فعلا يكتبوا هذا الدستور بشكل يجعل من العقيدة المسيحية على المذهب مثلا البروتستانتي هو العقيدة الرسمية لهذه الدولة، وينتهي الأمر على هذا ويبقى هو ده الدستور، يمضي الدستور على هذا الشكل. ما حصلش الكلام ده لإدراكهم خطورة هذا الأمر، وإن هذا مجتمع متعدد المذاهب والطوائف والأديان. تفادوا هذه الكارثة. لو كانت الكارثة دي حصلت في أمريكا وفعلا تم عمل هذا الشيء، إن أمريكا دولة مسيحية تعتمد مثلا المذهب البروتستانتي كما يريد الحمقى في مصر، يقول لك إيه على مذهب أهل السنة والجماعة، ده إحنا هيضحك علينا ضحك في الدستور الجديد ده. آه كانت امريكا النهارده مثلا اللي هي بقت عامله زي افغانستان، اللي هو تكساس بتقصف نيويورك، وكاليفورنيا بتهاجم نيو مكسيكو، وفي الامريكان ماشيين في الشارع كل واحد ماسك كزرونه وبتاع، اعانات من الامم المتحده وبتاع، عيال عليها برابير ودبان وبتاع. كانت هتبقى ده المناظر. ليه؟ لان الناس دي بتقتل في بعض بسبب اختلاف مثلا حول طبيعه المسيح، مثلا يموت له فيه 50 مليون واحد. اختلاف مثلا هل المسيح هرش في ودنه اليمين ولا الشمال ساعه لما كان مش عارف بيلاطس بيضربه على قفاه. هتبقى حاجات زي كده. يعني هو ده العالم اللي ممكن تعيش فيه عندما يكون هناك تداخل بين الدين والسياسة. فهم يعني جنبوا شعبهم وجنبوا دولتهم الناشئة هذا المصير الأسود من خلال هذه الفصل التام اللي هو فيه ان بمعنى ان الكونجرس لا، مش عارف الترجمه ايه. المهم ان الكونجرس لا يتبنى اي دين، لا يتبنى اي ديانه، وان هو يسمح بحريه العقيده او حريه العباده لمن يريد. ببساطه شديده جدا، من حقك يعني ان انا زي ما قلت موضوع العلبه فيها فيل.
هل حد مثلا انت بتصلي منعك تصلي؟ قال لك اه كان امن الدوله يغلقون المساجد. ما انت يا ابن دين الكلب حاطط جوه المساجد اللي بتتكلم عليها طول بيوت الله ده حاطط فيها سنج ومطاوي يا ابن دين الكلب. واسامه القوسي فضحكم. وكذا مره حصلت كانوا يدخلوا يظبطوا اسلحه في مسجد النور الزفت مش عارف كان اسمه مسجد ادم في عين شمس. ده غير مساجد اسيوط بقى والهرتله اللي كانت بتحصل فيه. ف انما انت بتصلي طبيعي بتصلي ما حدش بيقول لك مثلا مش انت بتصلي الحكومه تيجي تقول لك لا لو سمحت ما تصليش. بتصوم الحكومه مش تفتح بقك بالعافيه تحط لك فيه ميه. ما حدش هيفتح بقك برضه بالعافيه مثلا يشربك ازازه بيره ولا يحط لك لحمه خنزير في بقك مش هيحصل. مارس طقوسك مارس دينك اقعد 24 ساعه صلي ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه ولا بتنيل ايه. انما انك انت تحاول فرض ما تؤمن بيه اللي هو الكتالوج بتاع الفيل اللي في العلبه عايز تفرضه على الاخرين. انت يا ابني اتجننت. حصل في دماغك لطف او في حاجه في ذهنك يعني. فهذا هو يعني ايه في عجاله سريعه كده اهميه العلمانيه. العلمانيه مش مجرد رفاهيه واحنا بقى نبقى مجتمع علماني كده عشان نبقى زي الاوروبيين كده وبتاع لما نعمل علمانيه بقى شعرنا هيصفر وعينينا تبقى زرقاء بنبقى حلوين وبتاع لا. مش الامر مش كده ده ضروره حياه اليوم. كنت انا اتكلمت في السابق على ان انا لا ليس سبب رفض للشريعه مثلا وجود اقليه مسيحيه. انا قلت حتى لو موجود في مصر 100% مسلمين فانا ارفض الشريعه. برضه قلت انا معترض على فكره ان ايه احنا مش عايزين نطبق الشريعه لان ده هيكون له تاثيرات دوليه. وان فرضنا ان العالم كله اختفى ما بقاش غير مصر انا برضه ارفض الشريعه لكن بقى نرجع ايه نسترجع تلك النقط. نسترجع تلك النقط. انت عشان تطبق الشريعه الاسلاميه فانت بقى بايه ايه بتقول للمسيحيين ايه مع انها تطبق عليهم شرائعهم المسيحيين. كده انت عملت فصل قانوني. كان زمان في مصر نظام اسمه نظام بقى المحاكم مش عارف المختلطه لو انت مصري تتحكم قدام محكمه ولو انت اجنبي في مصر تتحكم قدام محكمه ثانيه بقانون تاني. وده طبعا مشكله خطيره جدا قانونيه ودستوريه. انت النهارده عايز ترجعها بس باسلوب مختلف بناء على دينك ومذهبك اللي هو ملوش ما حدش له يد في اختياره اساسا. انت هنا فعلا عملت تقسيم قانوني للمجتمع. ده وانت هذا التقسيم القانوني سيكون كارثي لانه ممكن يكون بدايه للتقسيم الجغرافي. أول وبعدين هناك دول مثلا فيها آلاف المعتقدات والقوميات ومن كل فيلم أغنية يعني دولة زي الهند مثلا. العلمانية خدمت الهند في إنها هناك قانون مدني موحد على الجميع. على الجميع أنت بقى عقيدتك إيه تؤمن بإيه هناك قانون موحد يمضي إيه كالسيف على الجميع. لأنها لو التفتت لكل بقى قبيلة وكل قرية ده لعقيدتها كذا مش هنخلص. نفس القصة ممكن تطبق في مصر. ده غير بقى في فكرة مسيحيين ده في بهائيين في واحد ملحد ابن حلال زي في كفرة في بلاوي كتير. ومحاولة فرض قانون مستمد من دين بهذا الشكل هو انت يعني انتوا ناجحين جدا طبعا في خلق اعداء خارجيين. ده الحقيقة برضو احد الاشياء اللي انتوا تفوقتوا فيه. لان ده هنا انت بتخلق اعداء من داخلك. وده بيفسر ظاهرة الحقيقة اللي برضو تحتاج للتوضيح. ظاهرة وفاء سلطان مثلا وظاهرة واحدة اسمها نوني درويش ابوها كان ضابط في الجيش المصري. وواحد تاني مش عارف يقول لك ابن قائد لحماس مش عارف بقى اكتشف ان هو بيشتغل تبع الموساد ولا اخره. انت بسبب القمع والكبت اللي انت بتعمله انت معتقد بقى انك انت كده سيطرت ولا اخره بتخلق اعداء من داخلك. هو العادي ده بسبب القمع الواقع عليه اصبح كراهيته ليك. ما انت لما تكره بني ادم اكثر يعني لايذائه بقى عايز تاذيه تعمل ايه تنضم لاعداء اعدائه. هو ده اللي بيحصل النهارده. يعني ظاهرة بقى ان وفاء سلطان تطلع وتقول هذا الكلام مثلا ايه في تأييد بقى اسرائيل في ضرب غزة مثلا ولا اخره وهكذا نوني درويش وزاروا اسرائيل والاخ بتاع ابن حماس ده وبتاع. ما هو ده اللي حصل. انت بقى ايه لا واخدين فلوس وعملاء للصهاينة وتآمروا على الامة. لا انت وصلت ناس عندك من الداخل لدرجة من القمع والكبت كراهيتهم ليك وصلتهم لكده. ده يزداد بشدة عندما تفعل هذه الجريمة في مصر. أه هناك طوائف كثيره جدا. يعني انت مثلا ايه وها هو اللي يدافع عن المثليين وبتاع في ما هو في اي مجتمع تاكد تماما في اي مجتمع في نسبه من المثليين. انت بقى تعمل البروباجندا بتاعتك والدين ودخلت الدين ونقتل المثليين وبتاع. طبعا هو ايه هيختفوا بس كل اللي هيحصل زي ما هم مختفين النهارده برضه. هيختفوا ايه اندر جراوند زي ما اندر. بس هو تعتقد ان هو هيبقى اندر جراوند وهيسيبك. لا هو بقى هيخرب لك في المجتمع اللي انت ايه فاكر ان انت بنيت الايه اليوتوبيا بتاعتك. لا هو هيخرب لك فيه. اصبح جوه عناصر
كارهة لهذا النظام ولهذا البلد، عايزة تخربه بأي طريقة. اللي هو انت بقى معتقد يعني ما هتعين على كل واحد عسكري مثلا 24 ساعة، انت بس تلتفت كده هيعمل لك مصيبة هنا. ده اللي هيحصل، ده اللي انت هتنتجه في المجتمع، مجتمع منافق. يعني هتنتج مجتمعات منافقة، في وشك بتاع، نصلي ونصوم وبتاع، وحاجة مجرد ان تختفي الرقابة ستجد شيء اخر تماما. دي المجتمعات اللي انت ستنتجها بهذه الكارثة اللي انت بتسميها الشنيعة الإسلامية. برضه بالنسبة لمسألة المجتمع الدولي بتاع، طبعا انا في الاول بقول لك ان لو حتى اختفى المجتمع الدولي انا رافض للشريعة، بس برضه لازم بقى ندخل المجتمع الدولي في الحسبان. وده مدخلنا المجتمع الدولي في المعادلة. هناك كان مقال يعني لتوم فريدمان في نيويورك تايمز من مدة، كان بعنوان اسلامستس without oil، يعني اسلاميين بدون جاز. فحوى المقال يعني عشان نجيب من الاخر، الشيء الوحيد اللي ساند السعودية في القصة اللي هي عاملاها الحياة البهيمية اللي هي بيديرها آل سعود، هذه المزرعة الحيوانات اللي بيديرها آل سعود، هو وجود الجاز في هذه الدولة. غير كده هو مفيش أي شيء آخر يسند تلك الدولة يفعل لها أي شيء، هو مجرد شوية جاز في الأرض ديت، وآل سعود قاعدين هم إيه، بيديروا محطة البنزين دي لصالح الغرب، معاهم فلوس يسكتوا بقى الإيه، أي حركة اعتراض، أي حركة معارضة، كلام من ده. فإيه، الامور ماشيه معاهم، يعني الدوله ما انهارتش لان بسبب وجود الجاز. لكن انت النهارده بقى انت عايز تعمل نفس التجربه بس انت ما عندكش جاز، وده هو انت ما عندكش جاز عشان تعمل نفس التصرفات البهيميه. بدون جاز انت هتقع رسمي. عندما تصبح مصر بقى دوله ايه، ما هو انت مثلا ايه، النهارده هنجلد واحد مثلا علي ايه، علي ونيس في ايه، هنجلده في ميدان التحرير، فاللي هيحصل ايه، تلاقي بقى في البي بي سي كده جلد مواطن مصري في ميدان التحرير، طبعا جايبين المنظر بتاعه ايه، طبعا الجلاليب والدهون متلمين الله اكبر الله اكبر وبتاع الايه، شغل الايه، القبائل البدائيه اللي بتعملوه ده، وتبقى الخبر في البي بي سي، وبعد كده يطلع في كل الجرائد العالميه بتاع العالم تتفرج على فضايحنا وبتاع. طبعا ايه، جلد مع رجم مع قطع ايد هنا مع ميه نار اتدلقت على وش واحده، يعني القصص اللي ايه اللي انتم بارعين فيها قوي دي. اللي هيحصل ايه، خلاص مصر دي بقت بلاك ليست. مصر هتبقى موازية مثلا لإيران، أفغانستان، السعودية، الصومال، هتبقى كده، يعني الشكل العام بتاعنا ده هيبقى كده. كده ده هيؤدي لإيه؟ استثمارات هتنخفض للزيرو، مفيش حد بيروح يستثمر في دولة زي دي. الدول لما بتدخل في هذا الطريق خلاص مفيش، يعني يقول لك يا عم دي عالم في الباي باي ملناش دعوة. برضو نفس القصة بالنسبة للسياحة، هتروح في 60 داهية. يعني انت وانت رايح في 60 داهية وما عندكش كمان الجاز، فانت كده يعني 100% مضمونة انك رايح في 60 داهية. ف يعني ايه، قليل من العقل قبل ان ايه فعلا على رأي فرج فوضى قبل السقوط. بس ده مش عايز اطول اكتر من كده، وعايزين بقى ايه نخوض بعد كده اذا كان هناك في العمر بقية، نخوض في مسألة العلمانية بشكل اوسع. سلام. مساء الخير. قبل الدخول في صلب الموضوع، وهو بعنوان نزهة المشتاق لطيز وجد غنيم الأفاق، تأليف العلامة ابن إدريس، الذي تناول فيه بالشرح والتحليل والدرس مؤخرة هذا الخول المدعو وجد غنيم. فسئلت يعني كذا مرة عن موقفي من البرادعي وحمدين صباحي، ولماذا أنا منفسن منهم. طبعا النفسنة الأخيرة كانت بسبب الانتخابات الرئاسية والموقف اللي حصل مع شفيق، واللي ودانا النهارده لليوم اللي احنا فيه ده، بسبب موقفهم الغير واعي والمتخاذل. وطبعا يعني احنا لو رجعنا الشريط لورا شويه، طب انتوا قوه ثوريه وطلعتوا حد مثلا يقف امام هذا الطاعون؟ لا. وفي الاخر لما بقى في حد اهو ممكن يقف امام الطاعون ده، رفضتم تأييده، والنهارده جايين تعملوا مشكله تاني. كان ممكن نخلص من المشكله من ساعتها. حمدين بقى صباحي تحديدا طبعا في اختلاف اساسي، لان حمدين صباحي بينتمي لفئة اليسار، وانا هناك يعني الكثير من الاختلافات والكثير من الآراء المعارضة للفكر اليساري، فبالتالي ده يعني ايه أحد الأسباب. أرى برضو في الرجل في عرق، يعني نوع من الغوغائية شوية،
بالنسبة لحمدين صباحي برضه أيضا هناك بقى موقف شهير، وده أنا هنا مش هدخل بقى في إيه قابض ومش قابض وكوبونات نفط وصدام ومش صدام والكلام إيه، أنا ما أعرفش، ما شفتش حد بيقبض، فإيه ما عنديش خلفية عن هذا الأمر. أنا مش بكري مان برضه، ما بعرفش الأسرار. فإيه اللي أنا شفته هو الأخ حمدين صباحي واقف قدام صدام حسين، كما لو كان صدام حسين ده مثلا زعيم بالفعل، أو شخص يعني ذو قيمة، وعمال بقى ايه يمجد فيه ويمدح والى اخره. يعني في كان يجب حتى لو انت مثلا عايز تساند الشعب العراقي، ففي هناك يجب ان يكون هناك فرق بين مساندة الشعب العراقي وبين انك انت ايه تقف هذا الموقف المهين حقيقة امام واحد زي صدام حسين، هو مجرد عربجي بلطجي مجرم ابن احبة، هو سبب كثير من الكوارث التي حدثت بالعراق. فكان موقف يعني ما غير كريم. ده يعني. وطبعا الايه القشه التي قسمت ظهر البعير بالنسبه لي كان موقف الانتخابات الاخيره. يعني كان انسان او كان المفروض يعني متوقع ان الناس تتعالى فوق الطموحات الشخصيه والنزاعات التي او النزاعات الهامشيه والفرعيه، وتركز الاول على القضايا الاساسيه وبعدين نحلها بعد كده، انما ان يمكنوا الطاغون ثم يتبكون فدي كانت سيئه قوي. لكن في الطبع برضه في يعني انا مش زي ما بيقولوا كده ايه، ليس هناك عداوه دائمه او صداقه دائمه، ولكن مصالح دائمه. في الموقف اللي احنا فيه النهارده بالطبع انا ساؤيد حمدين صباحي والبرادعي واي انسان يقف في وجه هذا الطاغوت. بالنسبه للسيد البرادعي، والسيد البرادعي الحقيقه يمتلك افكار جيده وبوصله اخلاقيه متميزه حتى في المجتمع المصري، لكن للاسف الرجل ضعيف. وظهر هذا الضعف يعني بعد الانتخابات البرلمانيه. أنا من وجهة نظري فيما حدث أن الرجل أدرك إن هو لن يفوز في إن لن يستطيع الصمود في وجه هذا الطاعون، فبدأ يتلكك يقول لك إيه أنا لن أشترك في تلك المهزلة، ولا في حين إن أنا من وجهة نظري إن شفيق مثلا أحمد شفيق طلع أرجل منه وقال لك لا أنا داخل وسأقاتل عليها ولا. يعني الرجل لا يمتلك روح قتالية، ليس لديه الزعامة ولا كاريزما بحيث إنه يجمع الناس حواليه بحكم سنه وبحكم منصبه وتعليمه وثقافته. ما فيش هذا الكلام كله، مقضيها تويتر يا اما طالع مش عارف مسافر فين ورايح فين. ما وبعدين يعني بصراحة برضه اتوقع يعني حتى في الظروف اللي احنا فيها دي اتوقع منه رد فعل اعنف، يعني مثلا ايه بقى ان هو كان في اسوان وقال على شوية الكلاب بتوع الشيوخ وبتاع اراجوزات، ما هم اراجوزات ولاد احبة فعلا. الموضوع مش محتاج اعتذار، هم انتم اراجوزات. ومش مثلا ينكر بقى او لا هو ما قالش كده انتوا فهمتوا لا هي هم اراجوزات، ده شتموك في اهلك. يعني جابوا ايه سيرة بيته واهله والخول اللي اسمه حازم شومان طالع الليبرالية يعني ايه برادعي فيعني ناقص ايه انا لو مكان البرادعي بالجزمة وعلى دماغ اكبر لحية في ولاد الشرموطة دول على وشه انتهت، يعني ما فيش فيها لا ادب بلا زفت. فهو البرادعي يعني راجل طيب وعلى نياته زي ما بقول كده، ينفع في حقوق انسان حقوق مرأة بتاع الكلام ده. انما بقى مشاكل واخد ورد مع اولاد الوسخه دول ما يعني مش هو، بس برضو الظرف يجعلنا نتوحد يعني. ده بالنسبة يعني لموقفي من حمدين والبرادعي حتى أريح يعني بس طبعا النهاردة زي ما بقول كده الموقف يعني ايه من اللي فات فات، ونشوف النهاردة اللي احنا فيه ده ونحاول ان احنا ايه نخرج بنتيجة إيجابية. نخش بقى في الايه في ابن المنيوكة المدعو مجدي غنيم. انا اساسا مش عارف ليه الناس مهتمه بابن الاحبه ده، يعني ليه الناس مركزه معاه وبتاع سخيف حتى ما لا شيء، هو مجرد مجموعه يعني من الشتايم والرجل عصابي دائما متوتر ودائما بيشتم في حد وبيلعن حد، يعني مش حتى ما في شيوخ اغبياء مثلا زي الحيواني، بس ممكن يعني ايه تتابعه شويه تقعد تضحك مثلا بتاع، انما ابن الوسخه ده ملوش اي معنى عندي، يعني غير ان هو حيوان بيقعد يطلع يعمل له مقضيها يوتيوب برضه هو دلوقتي. زي صبحي صالح كده بعد ما اتهزق مره مع منى الشاذلي راح خد ركنه وايه قضاها يوتيوب، فيعني ابن وسخه يعني مش عارف ليه، بس ايه واضح ان الناس مركزه برضه معاه فان ايه نشوف قصته. اول حاجه بالنسبه للجايز ده برضه السبب اللي بيدفعني للنفور من ابن الشرموطه وجدي غنيم، ان الرجل اساسا مقاطعه بتجعل من مقاطعه شيء عبثي. ليه بقى؟ لان وجد غنيم هو زي تقول الايه العملي، التطبيق العملي لكل ما اقوله، بيجعل ما اقوله
آه، شبه بلا معنى. طبعا انا هقعد ارغي ليه؟ ما وجدي غنيم موجود. وجدي غنيم هو رمز لكل ما هو قبيح ومنحط وعصابي في هذا الدين. فبعد وجد غنيم انت مش محتاج انك انت تنفر من هذا دين كهذا وتلعنه وتسميه بالطاعون. ده اعتقد لاي انسان عاقل ان هذا الحيوان كافي جدا للوصول لتلك النتيجه. فزي ما بيقول كده بيجعل فعلا من مقاطع عبثيه. طب انا اقعد ارغي ليه واتكلم واعمل مقاطع وبتاع؟ ما هو الحيوان ابن الوسخه ده موجود يعني، يقوم بالواجب. ده بالنسبه للكلب غنيم. في بقى برضه من ضمن الحاجات ما زال يعني الناس بتحتفظ بايه قدر من الاحترام للناس ديت، او يقول لك ايه بس الشيخ وجدي مش عارف ايه والداعيه الاسلامي الكبير. داعيه اسلامي ايه وشيخ وجدي ايه ده يعني ايه؟ تلعن سلسفيل ثلاثه دين امه بلا اي حياء يعني. ما الراجل منتهي تماما. ما فيش اي يعني ايه اي حد يتكلم عليه المفروض يقول الكلب وجدي غنيم الحيوان. اظهار عدم احترام كامل لهذا الشرموط. انما تلاقي في اللي بقى في اللي ما زال وسائل الاعلام. وكما لو كان مثلا ما يقوله مهم، فتلاقي في الجرايد برضه يا ده وجدي غنيم مش عارف يشتم الفنانين. وجدي غنيم يعني اكتب الكلب وجدي غنيم يعض مره اخرى مثلا. ده المفروض الاعلان يظهر كده. آه، ده بالنسبه للتعامل مع هذا الحيوان وكيف يروه في الاعلام او في المجتمع اليوم. من ضمن بقى الحاجات الطريفة اللي بلاحظها دائما في ابن الوسخة، اللي هو يطلع بقى ايه اول ما بقى يتكلم عليك انا ما حدش كلمني الا بالعلم. هو معتقد ان معاه علم، وبعدين يبدا بقى في استعراض ايه شهاداته العلميه الكبيره التي حصل عليها في اكبر الجامعات العالم. فايه حصل على طبعا ايه بكالوريوس تجاره من الموسكي برضه بثلاث تعريفه زي لسانس حقوق بتاع بيبسي بن نوال. يعني في السريع كده. وبرضه السيد المحترم ابن الشرموطة وجدي غنيم هو من طائفة الفريلانسرز. يعني برضو ايه وبكالوريوس تجارة، بس ايه مش جاب همه ده ايه نخش بقى في ايه مسألة الايه الخطب والدعوة والتهيج العامة وبتاع، عشان ايه برضو نعمل لنا اسم يعني بتاع نظهر في الصورة يعني من هذه الفئة. وبرضو وجدي غنيم طبعا ايه هو احد تجليات ابن المرة الوسخة الداعية الإسلامي الكبير عبد الحميد كشك مدشن عصر الغوغائية الدينية، هو والكلب التندي بالعلم. فده بقى يقعد يستعرض لك بقى الايه الشهادات في ايه بعد بقى قصه تجاره يقول لك ايه وحاصل على دبلوم مش عارف من معهد القراءات بمنوف ولا اي حاجه. ده يعني شهاده المفروض انت تقعد تتخض بقى اول ما تسمع معهد القراءات. وحاصل على الماجستير في رضاعه الكبير، وحصل على الدكتوراه في كيفيه تناول بول الابل. حاجه بهذا المعنى. هو معتقد ان هذه الشهادات، طبعا هو عارف جوه نفسه تماما ومدرك ان كل هذا الهراء لا يعني اي شيء. بس هو لو كتب الكلام ده على ورقه مثلا وده مثلا لاي واحد مثلا اجنبي امريكي او اوروبي، ففعلا هيقرا بي اتش دي وماستر وبتاع. يعني انا اقول لك ده فعلا ده مصيبه. ده هي العصر يعني. طبعا الناس دي مش فاهمه مش فاهمه من مثلا عبد الله بقى في معاه بي اتش دي وان محمود شعبان معاه بي اتش دي، مش فاهمين يعني القصه. فهو بقى ايه عمال يردد في هذا الكلام كما لو كان هذا الامر له معنى يعني، او الشهادات دي ليها قيمه يعني. بس هذا حتى لو خدت كل شهادات العالم يا ابن المرة الوسخة هتفضل برضه بجلابية معفن كده ايه، مش هتنضف ابدا. لانك لا تستطيع ان تحصل على شهادة واحدة محترمة غير العبث اللي انت عمال تهرج فيه ده. برضه من الحاجات الطريفة بالنسبة للكلب وجدي غنيم اللي هو بقى ايه عامل مقطع عن الملحدين ده، اللي هو إيه ده انتوا كفرة وجدي. انا كافر ايوه يا وجدي. طبعا كافر بإلهك المعتوه ورسولك البدوي البصمجي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب وقرآنك العبيط، وكافر بكل شيء انت تؤمن بيه. ايوه كافر. اكتبها لك كده على قرط كده زي المسيح الدجال. كافر. وبعدين هذا الابله المعتوه بقى بيقول لهم ايه ده القرآن بيقول. طب انت بتتكلم واحد كافر يعني بتتكلم على واحد كافر فانت بتستدل عليه بالقرآن. طبعا كلنا نعلم متهيألي موضوع الايه المنطق الدائري يعني اللي هو ايه ربنا موجود. عرفت منين؟ من القرآن قال ربنا موجود. وعرفت منين القرآن صح؟ ما هو ربنا هو بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لا حافظون. ربنا هو يعني اللي هو ستدخل في دائرة لن تنتهي من هذا المنطق المعوج.
وما فيش حل يعني. بتكلم واحد هو مفترض انه بيتكلم واحد اللي هو بيطلق عليه كافر، ما هو مش عارف كلمة كافر مش عيب، انا كافر. المرة الجاية الفيديو الجاي هطلع كده اكتبها على اورتي فعلا. فبيتكلموا بالقرآن. ده سيدنا محمد مش عارف لما كفار قريش قالوا له مش عارف ايه، قال لهم ما هو مش عارف محمد ايه وزفت ايه وقريش ايه يا ابن الاحباب، انت لسه عايش في الدجل ده. طبعا ده واحد زي ده منحط زي ده مثلا بقى هتكلمه في نظريه تطور مثلا، ده منحط ابن شرموطه يعني، اللي هو مش عارف مين اساسا اللي طلب مناظرته. يعني هل هذا الحيوان يناظر على شيء؟ هل هذا الشيء، هذا الكلب لديه شيء عشان الناس تناظر عليه؟ مش عارف مين طلب مناظرته ده اساسا، نظرت على ايه؟ على حيوان زي ده عرباج ابن وسخه. ف ده بالنسبه هل هو رافض؟ انت يا ابن الاحبه تعرف تقعد مع حد محترم اساسا؟ انت عمرك قعدت مع حد؟ انت كبيرك كشك وخالد عبد الله وولاد الوسخ دول بس كبيرك يعني. يجي بعد كده برضه ما اتذكر لهذا الحيوان مكالمه شهيره بقى مع ايه، لقاء السحاب مع الديب العلق مع الطور الهايج. ده لقاء السحاب اللي هو ايه، وجد غنيم بيتصل بخالد عبد الله، اتنين فريلانسرز بايه في لقاء السحاب. فبيتكلموا بقى، وطبعا سيل من الشتائم والى اخره. وبعدين ايه بقى بيتكلم، مش متذكر يعني، من ضمن الامور التي ذكرها بيقول ايه مع الجدع اللي اسمه نخنوخ ده، ليه ما بيقولوش عليه ان هو مسيحي؟ يعني اشمعنى يعني لما تحصل حاجه وبتاع مش عارف ايه. انت يا وجدي يا ابن المتناكه، هو كده انت شكلك العفش ده بدقنك الوسخه بمنظر دين امك، هو لازم يتقال عليك مجرم وارهابي وابن احدى؟ انت لبست فيك وخلاص مش هتطلع. هو بقى منطقه ايه بقى ان ايه وجد نخنوخ مسيحي، فلازم بقى الناس كلها تقدر تمشي تقول نخنوخ مسيحي نخنوخ مسيحي. لا يا وجدي يا ابن الاحبل، الموضوع مش كده. انا لا اعلم تحديدا ايه قصه النخنوخ ده، غير ان هو بلطجي واسود وسلاح ومخدرات والقصه الوهميه دي، واتمسك وليه مشاكل مع البلتاجي ابن الشرموطه والاونطه دي. بس ايه، دي قصه تفاصيل مش عايز اعرف. لكن لما لا اعتقد يعني ان كان السيد نخنوخ ده حتى لو صدق ما يقولوه عنه ان هو سيد مثلا كان بيعتمد على اي مثلا نص ديني، او بيعتمد على تفسير ولو حتى خاطئ لاي شيء من الانجيل او من المسيحيه او من اي اديان اخرى. الراجل برضه عصر الفريلانسرز قال لك ايه، نبلطج ونعمل قرشين وخلص. قصه متكرره كتير، فمش عارف ايه اساسا اللي دخل قصه ان هو مسيحي هل هو مثلا عمل تنظيم مثلا للاخوان المسيحيين وكان بيفكر في نظام قلب نظام الحكم مثلا او شيء من هذا القبيل. آه بنفس المنطق برضو هناك شخصيات مشابهه لنخنوق. يعني كان في مثلا الشخصيه بتاعت عزت حنفي مثلا اللي كان عامل في ايه في النخيله في اسيوط ده، ولا عامل برضو تنظيم فريلانسر، تنظيم عصابي مخدرات وسلاح برضو بلطجه وفرض سيطره وبتاع القصه المشهوره ديت، واتقبض عليه. بس عزت حنفي برضو لما وقع ما حدش قال ان عزت حنفي مسلم، يعني لم ينسب الى الاسلام ولم ينسب الى احد. الراجل عايش مع نفسه ملوش دعوه باي نصوص مقدسه ولا اي ايديولوجيه معينه. الراجل ايديولوجيته معروفه، عايزين نعمل قرشين بس. دي الايديولوجيه التي يعتنقها كل من عزت حنفي ونخنوخ. عايزين نعمل قرشين، السبوبه يابا. فمحدش قال على عزت حنفي ان هو مسلم. نفس المنطق، مش عارف ليه احنا ليه مطالبين ان احنا نقول على نخنوخ يا ابن اللبوه ان هو مسيحي. امتى بقى نقول ان الارهاب المسلم؟ امتى؟ لما مثلا ندخل على مثلا محمد عبد السلام فرج وعامل تنظيم وعايز يختار رئيس الجمهوريه، والفريضه الغائبه وشكري مصطفى والفنانه العسكريه وعمر عبد الرحمن وعبود وناجح ابراهيم وعاصم عبد المجيد. هنا بقى القضيه تختلف. الناس دي بتتحرك من ايديولوجيه هم فاهمين صح ولا غلط، مش قضيتي هي الايديولوجيه دي. النص جايبينها منين يا ابن الاحبه انت وهو؟ قال لك لا، النص اهو، القران اهو والسنه اهي وبتقول كذا، ونقتل ونفجر ونغتال ونعمل القصه دي كلها. فهنا بقى لا يعني يصبح منطقي تماما ان اربط بين هذه الايديولوجيه او هذا، او بقى نخليها سيبك من الايديولوجيه من هذا الدين، وبين تصرفات هؤلاء الاشخاص. اربط انا هنا، يجوز مش يجوز الربط، بل يجب الربط. يجب الربط ونقول هذا الرجل المسلم الارهابي التي لصقت فيكم ولن تخرج ابدا. انما نخنوخ ليه نقول ان هو مسيحي؟ ايه ماذا سيضيف مسيحيه نخنوخ للقصه؟ كما لن تضيف اسلام عزت حنفي للقصه. يعني عزت حنفي ده مثلا لعلمك كان البيت بتاعه مكتوب الله اكبر ولله الحمد. كان ممكن مثلا نقول عزت حنفي من الاخوان مثلا. ها؟ ف طبعا الرجل يعني تحريضي من الطراز الاول، سافل ومنحط. اقول لك هو مثال حي
يمشي على قدمين لكل ما هو قبيح ومنحط وسافل في هذا الطاعون المسمى بالإسلام. لا يعلم يعني. ده اللي أقدر أقوله عن هذا الكلب. ولا أعتقد إنه يستحق أساسا، بس الناس عمالة زي يكون مثلا عمال تسألني ده إيه رأيك في ده، هيكون إيه رأيي يعني. بس حتى شايف إن هو حتى في انحطاطه وقبحه وسفالته سخيف يعني، مش لا يستحق، لا يستحق التعليق. وشكرا وإلى اللقاء.